أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج نارت كاسة. بيسعدنا نتابع حلقاتنا اللي بتيجي بالتعاون مع مجموعة الأسرة. مجموعة الأسرة هي مجموعة حوارية بتنشط على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي هذه الحلقة بالذات بيسعدنا أن نستضيف عدد من المشاركين أو عدد الأشخاص اللي منظمين لمجموعة الأسرة مشان يحطونا بالصورة أكثر وبشكل أوضح عن نشاطاتهم، عن تأسيس مجموعة الأسرة، عن الأعمال اللي عم بيقوموا فيها، وخاصة ورشة العمل المزمع إقامتها يوم السبت القادم. بيسعدنا في هذه الحلقة أن نلتقي مع الأخوات والأخوة عطوفة السيدة منى هاكوز والأستاذ محمد الداغستاني والأستاذ باتر قردن. أهلا وسهلا فيكم جميعا في هاي الحلقة. وإذا في مجال نبلش مع السيدة منى هاكوز وتحكي لنا نبذة عنها، عن عملها، عن شغلها، مشان كمان المستمعين والمشاهدين يعرفوا الخلفية العلمية والإدارية عندها. تفضلي سيدة منى. شكرا جزيلا دكتور باسل على الاستضافة في هذا اللقاء. أنا مستشارة إقليمية في مجالات تطوير الأداء المؤسسي وسياسات الموارد البشرية وإعادة الهيكلة ووضع الاستراتيجيات. حصلت على ماجستير تنمية موارد بشرية من جامعة مانشستر في بريطانيا، وكملت في جامعة هارفارد، عملت برنامج قيادات العليا. هلا خبرتي في العمل الاجتماعي أو العمل التطوعي بدأ يمكن بحدود 10 سنوات بانضمامي لجمعية إنقاذ الطفل بصفتي نائب رئيس مجلس الإدارة. هلا جمعية إنقاذ الطفل هي جمعية مسجلة بوزارة التنمية الاجتماعية، وينطبق عليها ما ينطبق على الجمعية الخيرية الشركسية من حيث قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل الجمعيات. كذلك في الشأن الشركسي قدمت بعض الاستشارات للجمعية الخيرية الشركسية، مدرسة الأمير حمزة والفرع النسائي، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات لمؤسسات شركسية أخرى. أشكرك أستاذ محمد الداغستاني. تفضل إذا بتعطينا نبذة عن من هو الأستاذ محمد الداغستاني. الرحمن الرحيم. مساء الخير دكتور باسل، مساء الخير لجميع المشاهدين، للضيوف الكرام، للزملاء الأفاضل. أنا محامي وناشط في مجال حقوق الإنسان. أنهيت دراستي العلمية في روسيا الاتحادية، وحاليا أعمل في قضايا تتعلق في حقوق الإنسان. كانت في بدايات حياتي المهنية في نقابة المحامين مثل أي محامي آخر. اتجهت لقضايا حقوق الإنسان والنشاط الاجتماعي، خلينا نقول من خلال مهنتي. عملت في المركز الوطني لحقوق الإنسان، تعاملنا مع قضايا تتعلق في الانتهاكات التي تقع على الأشخاص الموجودين على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، وتعاملنا مع البحث في هذا المجال وموائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية التي تتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. بالإضافة انتقلت ما بعدها إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وعملت معهم بحدود حوالي 10 سنوات. اكتسبنا خبرة عظيمة منهم، اطلعنا عن الحقوق اللاجئين والاتجاهات القانونية والمعايير القانونية المتعلقة بحماية القانون. طبعا أنا عضو مؤسس في العديد من الجمعيات وناشط في هذا المجال، ومؤسس في مؤسسة كوبان للتدريب التنموي، وحاليا ناشط في الجمعية الخيرية الشركسية وقضايا الجمعية. شكرا. أشكرك أستاذ باتر، تفضل. مساء الخير جميعا، وشكرا كثير دكتور على الاستضافة، ومرحبا وكمان بسلم على جميع المشاهدين. أنا بخلفيتي هي أغلبيتها كلياتها مالية وإدارية. خلصت الجامعة من جامعة تامبا، يونيفرسيتي اوف تامبا بفلوريدا. عملت دبل ميجر بالفاينانس، المالية والإدارة، وفرعي اقتصاد.
لما خلصت الجامعة أول وظيفة انضميت لها كانت بآرثر أندرسون، اشتغلت فيها حوالي 5 سنين بالتدقيق، وهي اللي زي ما بقولوا كانت مدرسة بالنسبة لي هلأ اللي صارت إرنست أند يانغ. بعدين وكان تركيزي فيها على خلينا نقول الشركات التأمين والمؤسسات المالية أو القطاع المالي بشكل عام. بعدين انتقلت لشركة تأمين، أسسنا شركة تأمين، ومن ثم إلى شركة زارا القابضة كنت فيها المدير المالي، كان في حواليها تحتها يعني 23 شركة. بعد زارا القابضة رحت على دبي وكنت السي اف او بمركز دبي المالي اللي هو DIFC، ونفس الوقت لأنها كانت من ضمن خلينا نقول تحت المكتب التنفيذي لسمو الأمير هناك. كمان في عملت شغل بدبي القابضة اللي لها البزنس باي والجميرة بيتش ريزيدنس على موضوع العقارات والريل استيت والميجا بروجكتس ديفلوبمنت. بال 2006 انتقلت للدوحة وأسسنا بنك إسلامي هناك، وبعد تأسيس البنك الحمد لله استلمت زي ما بيقولوا الأشغال تبع التشيرمان اللي كان فيها إدارة خلينا نقول العقارات وريل استيتس. وبعدين رجعت على الأردن واستلمت شركة العبدلي القابضة اللي في مجموعة شركات العبدلي، وخلال الفترة السابقة ولهلا كمان موجود ببعض المؤسسات الخاصة كشيء من رئيس مجلس إدارة أو عضو مجلس إدارة أو نائب أو عضو. فزي ما قلنا الخبرة أغلبيتها بالأمور المالية والإدارية. موضوع خلينا نقول الشاريتي أو الخيرية اشتغلت قبل أن أدت فترة كبيرة. خلال لما كنت تواجدي بعمان عملت شوية بلجان بسيطة أو لفترة قصيرة بالجمعية. وبس زي ما بقولوا الواحد لأنه قلبه بيكون دائما على الجمعية بتضل هي جزء منه، فالواحد دائما بيحاول يتواصل مع الجمعية ويشوف إيش بيقدر يساويها خاصة بالوقت الحالي يعني. فهذا الملخص الآن. تسلم أخ باتر. يعني أنا بدي أرجع عند الأستاذ محمد الداغستاني، يعني بدي أسأله عن مجموعة الأسرة، بما أنه حضرتك كنت من أوائل الناس اللي بدأوا مع هذه المجموعة منذ أن تم تأسيسها، خلينا نحكي، أو منذ تم إنشائها. ما هي مجموعة الأسرة؟ شو نشاطاتها؟ شو بتعمل؟ شو بتساوي؟ شو بتشتغل؟ تفضل أستاذ محمد. أشكرك دكتور باسل، حقيقة هذا السؤال في محله، لأنه خلينا نقول على الساحة الشركسية أثير تساؤلات حول موضوع الأسرة الشركسية. من هي الأسرة الشركسية؟ من هم الأشخاص؟ شو أهدافهم؟ شو غاياتهم؟ يعني بكل بساطة خليني أثير هذا الموضوع أو أذكر أو أعرف الديفينيشن تبع مجموعة الأسرة. هي عبارة كانت عن مجموعة حوارية على مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا معنيين فيهم الاشخاص اللي مهتمين في القضايا الشركسيه. نحن ما بنحكي كنا بس عن الجمعيه الخيريه الشركسيه، وطبعا هي بيتنا الشركسي وهي الاساس في كل القضايا، ولكن كان هو عباره عن نقاشات تدور حول القضايا الشركسيه. بدايتها طبعا كنا بنعرف يعني في اشكاليات، في تحديات واجهتها الجمعيه الخيريه الشركسيه. من ضمنها خلينا نقول الاداره الحاليه كانت في امامها تحديات كبيره، خصوصا فيما يتعلق في الكورونا. كان في عندهم فتره ركود، الشغل ما كان ماشي بشكل صحيح بسبب كورونا، كان في تحديات، في قيود معينه. فهذا كان عائق كبير امام الهيئه الاداريه انها تقوم بمهامها. طبعا بعد ما فترة كورونا الآن واجهت الجمعية إشكاليات كثير. خلينا نحكي، كنا سمعنا عن موضوع المطبخ، سماور، كنا سمعنا عن موضوع المدرسة إلى آخره، وما زال هذا في لغط وفي نقاشات تدور حول هذه القضيتين تحديدا. الآن نحن كنشطاء في العمل الشركسي، خليني أعرفه، كنا مهتمين بهذه القضايا. طبعا زي ما قال الأخ باتر قبل شوي، يعني هو الجمعية دائما قريبة من القلب يعني. فكل شركسي غيور يفترض انه يكون ملفات الجمعيه الخيريه الشركسيه هي اولويات بالنسبه له، بغض النظر عن توجهه او طبيعه عمله. فاجتمعنا نحن كنشطاء ورفعنا كتاب للهيئة الإدارية الحالية، وعرضنا عليهم المساعدة كجزء من الهيئة العامة. يعني نحن
بقدر احكي لك انه نحن مش ككتله او كلوبي او اشخاص لهم توجهات خاصه شخصيه. لا، نحن مهتمين بنشاطات الجمعيه الخيريه الشركسيه، مهتمين بالمصلحه العامه والدفاع عنها وتعزيزها وحمايتها. فبالتالي كان شويه في البدايه في صعوبه، لانه بتعرف في اراء مختلفه، يعني قد تواجه موافقه من البعض، والبعض الاخر قد يعني يمكن يحط لك عوائق، يعني بسبب تخوف او توجهات معينه، انه مين هدول الاشخاص، شو غايتهم، شو هدفهم من الجمعيه، وخصوصا انه يعني الهيئه الاداريه هي صاحبه الولايه والصلاحيه يعني في كل الاعمال. فنحن ما بدنا نتدخل، يعني نحن شرحنا الموضوع انه نحن ما بدنا نتدخل في اعمال الهيئه الاداريه، وطبعا هذا مش من صلاحياتنا، بس نحن جزء من الهيئه العامه، وعندنا القدرات وعندنا الخبرات وعندنا الامكانيات انه نحن نساعدكم ونكون معكم ايد في ايد، وعشان نشتغل ونرتقي في الجمعيه. وتطورت الامور من هون. طبعا الاخوه في الهيئه الاداريه هلا حاليا متعاونين، وبعد شوي يعني الاخوان راح يشرحوا عن ورشه العمل اللي راح تقام في الجمعيه. فكانوا متعاونين في هذا المجال، والحمد لله قدرنا وصل عددنا، بلشنا من 3-4 أشخاص 5 أشخاص، الآن وصلنا ما يقارب أو ما يزيد عن 100 شخص مهتمين في قضايا الجمعية الخيرية. ولغاية الآن الحمد لله في ازدياد يعني عدد الناس والعالم. هدفنا نحن إثارة المجتمع الشركسي، غيرة المجتمع الشركسي على قضايا الجمعية. وضعنا 25 ملف أو 25 قضية. أنا يعني بديش أخوض في التفاصيل الآن، بس في قضايا هي عبارة عن 25 بند، دمجنا البعض نزلوا ل 15 إلى آخره، تتعلق بالإشكاليات وتحديات، خلينا نقول تحديات الجمعية. لغاية الآن نحن هاي النشاطات إن شاء الله في ورشة عمل، وراح نقوم في ورشات أخرى وفي نشاطات قادمة بإذن الله من خلال الأسرة. أشكرك سيدة منى. يعني حضرتك شخص يعني محترف في مجال التخطيط لمؤسسات، إن كان دولية أو محلية أو حكومية، شخص له باع طويل وبيشتغل شغله باتقان ومعروفة على مستوى البلد وخارج البلد. احنا بنحكي عن التخطيط، يعني إن كان تخطيط على مدى قريب أو تخطيط على مدى واسع، تخطيط استراتيجي أو رسم خارطات طريق إلى آخره. فهل الجمعية الخيرية الشركسية معنية بهذا الموضوع؟ هل هي معنية بالتخطيط؟ والتخطيط شو متطلباته؟ يعني احنا مشان نخطط لمؤسسة، شو المتطلبات المطلوبة؟ وهل مطلوب من الهيئة العامة انه يكون في لها دور في الموضوع؟ هل الإدارة فقط هي اللي بتخطط؟ يعني من هو المعني في عملية التخطيط وما أهميتها بالنسبة للجمعية وللمجتمع الشركسي؟ تفضلي سيدة منى. تمام، شكرا لك. هلا بالتأكيد الجمعية بحاجة إلى خطة استراتيجية. الخطة الاستراتيجية أنها ما تقل عن 3 سنوات اللي هي عمر الهيئات الإدارية، وأنا بفضل إنه يكون أطول من الفترة، تكون أطول من 3 سنوات حتى تكون عابرة للهيئات الإدارية المختلفة. والتخطيط بطبيعة الحال مش مطلوبة بس من الجمعية، هي ما بتقتصر على إنه نحط خطة استراتيجية للجمعية. كافة المؤسسات التابعة لها زي مدرسة الأمير حمزة والمطبخ الإنتاجي وما إلى ذلك، هدول كلهم بحاجة إلى خطة استراتيجية أو خطة عمل تنفيذية. الفروع برضو كمان بدها ما يسمى بالأكشن بلان أو خطة العمل التنفيذية. هلأ أهمية التخطيط للجمعية بتنبع من أهمية توحيد الرؤية ما بين الهيئة الإدارية، الهيئة العامة على شكل الخصوص، ومع المجتمع الشركسي بشكل عام. الخطة الاستراتيجية عادة تتضمن برامج ومشاريع. ففي حال حطينا خطة في نوع من الخطورة إذا ما كان فيها متطلبات تنفيذ الخطة، بمعنى يعني إنه نبدأ، وأنا بحط تحت الخطورة خطورة عالية خطين، يعني إنه نبدأ في تنفيذ البرامج والمشاريع اللي مدرجة بالخطة دون ما يكون عندنا مقومات أو القواعد الأساسية اللي بتبنى عليها المؤسسة.
يعني مثلا الأنظمة اللي بتضبط هاي العمليات دون ما يكون وجود أدوات رقابية وآليات مساءلة. فهدول كلياتهم كتير مهم، لأنه المشروع قد يترتب عليه تبعات مالية، تبعات قانونية. فإحنا لازم نكون جاهزين لما تكون عندنا الخطة وهاي البرامج موجودة وهاي المشاريع موجودة، حتى نعرف كيف بدنا نطبقها. فإشي بريريكويزيت أو متطلب رئيسي إنه يكون في عنا نظام مالي، يكون عنا نظام إدارة مشتريات لوازم، يكون عنا نظام داخلي ينظم العمل، شؤون الموارد البشرية أو شؤون الموظفين العاملين في الجمعية أو في المؤسسات التابعة والفروع. فوجود مثل هاي الأنظمة هي مش بس تحمي كافة العاملين، بس برضو بالمستوى الأول أو أولهم الهيئة الإدارية بتحمي أعضاء الهيئة الإدارية. هلا سألتني إذا الهيئة العامة ممكن إنها تلعب دور. طبعا هي ممكن إنها تلعب دور كبير، فهي ممكن إنها تكون السند، ممكن تكون الداعم للهيئة الإدارية. الهيئة الإدارية أو الهيئة العامة ما بتقدر هي تحط الخطة الاستراتيجية. إحنا ما بنحكي عن خطة استراتيجية، بنحكي الهيئة العامة ممكن إنها تحدد أو المحاور الرئيسية للتحديات والصعوبات اللي بتواجه الجمعية، وبعدين بنحط لها الإطار العام أو زي ما حكيت خارطة الطريق، بتقدمها للهيئات الإدارية، وبتقوم بعديها بعد ما الهيئة الإدارية هي نفسها تضع الخطة الاستراتيجية وتضع خطط العمل التنفيذية. وقتها بيجي كمان مرة دور الهيئة العامة في تقديم المشورة الفنية حيثما لزم في تطبيق الخطة الاستراتيجية. بس بنأكد إنه إحنا كهيئة عامة صعب كتير إنه نحط الخطة كخطة استراتيجية، رؤية ورسالة وما إلى ذلك، ونعمل تحليل سواء بيستل أو تحليل سوت أناليسيس. هاي الأمور كلياتها إحنا اللي بنعمله بنحلل واقع الأمور على أرض الواقع، بناخد آراء كل المعنيين، بناخد آراء كل المهتمين، وبنحط إطار عام بنحدد فيه المحاور الرئيسية، بنعمل أوراق عمل وما إلى ذلك. يعني يفترض بأنه الهيئة العامة أو النشطاء في الهيئة العامة، مش ضروري الهيئة العامة كلها، النشطاء في الهيئة العامة ممكن يقترحوا أنه تبلش قضية عمل خطة أو استراتيجية أو خارطة طريق بجمع المعلومات وتحليلها من قبل ناس مختصين بهذا الموضوع. ولكن تعاون الهيئة الإدارية ضروري جدا في إكمال هذه الاستراتيجية، لأنه الجهة المعنية في التطبيق هي الإدارة. فإدارة غير معنية بتطبيق استراتيجية يعني ما فيش عندنا خطة، ما في عندنا استراتيجية. يفترض الجهة المنفذة هي اللي تكون متبنية هذا الموضوع. صحيح سيدة منى؟ 100% اتفق معك. 100%. شكرا. أخ باتر، هلا احنا يعني في مفاهيم كثيره زي الاستراتيجيات وخطه او خارطه الطريق، والخطه اللي لمده سنه مثلا. يعني شو اهميه هاي الخطط؟ شو اهميه انه تيجي جهات معينه وحتى كمان بيدفعوا لها مصاري، بيدفعوا مصاري المؤسسات الكبيره، حتى مؤسسه يعني لما بدها تيجي تاخذ قرض تكون راس مالها 5000 دينار، يقولوا لها وين الخطه تبعتكم؟ ما هي أهمية وضع خطط لأي إدارة بتمسك مشروع، بتمسك مؤسسة، بتمسك شركة؟ لماذا يجب أن يكون هناك خطة موجودة من البداية وتعتمد عليها أي إدارة؟ ما هي أهمية الخطط والاستراتيجيات وخارطات الطريق لأي مؤسسة؟ تفضل أستاذ باتر. هلا زي ما حكيت دكتور أنت وحكت الست منى، لما بدك تيجي تقول والله بدك تحط استراتيجية، يعني زي ما بيقولوا ما بدنا نستعمل كلمة استراتيجية زي إنها إشي غريب على أي جسم تيجي بدك تطبقه عليه. بمعنى لو بقول على شركة ولا بقول على جمعية أو جمعية خيرية أو أي مؤسسة تانية، يعني مرات تبسيط الأمور كتير ضروري مشان الواحد زي ما يقول يقدر يتواصل. هلا حكينا شغله مهمه هلا، انه اهم شيء بالنهايه يعني، وانا او حتى المنظور انا اللي بطلع عليه، انه بالنهايه انت بدك يكون في عندك القاعده الاساسيه اللي هي الهيئه العامه. يعني لما بترجع بالتاريخ بتقول بدك تاسس مؤسسه انت او جمعيه او شركه، الاساس بكل الموجودين هم قبل ما ياخذوا اي شكل من اشكال
الريادي بالمؤسسه كلياتهم بيكونوا يا مؤسسين، وبعدين بيجي عندك هيئه عامه، باول هيئه عامه بتفرز لك اول خلينا نقول مجلس اداره او هيئه اداريه. فمعناته الاساس بكل هذا الحكي اللي هو الهيئه الاداريه. هلا لما بنيجي بدنا نحط مثلا، انا بحكي من منظور الطريقه اللي كنت بشتغل فيها وبشتغل فيها لهلا، انك انت بالنهايه لما بتطلع على الامور بيكون في عندك اساسيات معينه، وفي لك غايات لتقدر توصلها، وخلينا نقول ميثودولوجي او طريقه عمل. واحده من الاساسيات اللي خلينا نقول هي الشغله المهمه كثير، النظام الاساسي. يعني النظام الاساسي باي مؤسسه بغض النظر شو طبيعتها، ربحيه غير ربحيه او خيريه، هو الفيصل بكل شيء، وهو اللي بحدد كيف المسار لقدام والعلاقه بين جميع الاطراف اللي بدك تسميهم الستيك هولدرز او الشركاء بكل الموضوع. من هون بتنطلق انت وبتحددها. هلا ليش عم بحكي هيك؟ انا ضروري لانه بالنهايه احنا في عندنا فراغ بين الهيئه العامه وبين الهيئه الاداريه. طبعا هلا برجع دكتور بعد اذنك على الاجابه تكون اوضح، لكن زي ما بقولوا بدي احاول احط الارضيه للحديث اللي بدي احكي فيه مثلا هلا، وحتى بالاسئله اللاحقه كمان شويه. الاساس بالهيئه العامه هي بتكون تعرف ايش لها واجباتها ومسؤولياتها، وما بعرف قديش احنا من الاعضاء الهيئه العامه قارين النظام الاساسي تبع الجمعيه ومتعرفين عليه وعارفين ايش مسؤولياتهم وايش صلاحياتهم. لانه زي ما حكينا هلا، انت لما بتفرز هيئه اداريه، والله يعطيك العافيه لكل الناس، الهيئه الاداريه انت زي اكنك اذا بدك تبسطها، وهي يمكن الاستاذ محمد بيقدر يعقب على حديثي، زي كأنك انت بتعطي وكاله لشخص معين لفتره زمنيه، وهو بتصرف بكل شيء، وانت هالوكاله هاي هي امانه عنده، وهذا اللي هو من ضمن اللي شيء اسمه الفوديشيري ديوتي، اللي هي المسؤوليه الائتمانيه. هلا خلال الفتره، خلينا نقول فتره انعقاد الهيئه الاداريه، ايش انت او فتره سريان الدوره تبعتهم، انت ايش لك بالهيئه العامه اللي بتنعقد مره بالسنه، واللي بيصير خلالها نقاش الميزانيات وما تتطلبه اجنده الهيئه العامه. هلا لتعطي انت الهيئه العامه زخم اكثر وتحس انها صارت افكتيف، اذا بتقدر هي تروح على بند اللي بسمح لها تقول انا بقدر اطلب اجتماع للهيئه الاداريه واقدر اجمع 20% واطلب اجتماع يا اما هيئه عامه عادي او هيئه عامه غير عادي. هلا احنا اللي بدنا نوصله بالنهايه من الاكسرسايز هذا، اللي انك توحد كل الصفوف بين ادوار خلينا نقول الهيئه العامه، الهيئات الاداريه، اللجان الفرعيه اللي هي بالفروع، بقيه الاشخاص المهتمين بالامر الشركسي، المجتمع الشركسي، المؤسسات الشركسيه الثانيه، بعدين المجتمع الكبير. هلا مزبوط انه كثير منهم هدول مش هم معنيين ولا ورد ذكرهم بالنظام الاساسي تبع الجمعيه، لكن هم شركاء معنا. اذا احنا بدنا نيجي نقول بدنا نرجع ونرتقي بالجمعيه، والجمعيه نفسها تواكب الوقت الحاضر. يعني اكيد لما تاسست الجمعيه جاها تحديات كثيره، وعلى مر السنين بين كيف كبرت، كيف الفكر تغير، وين لازم تروح. فكل هذا فيه شيء جزء من زي اللي بسموه الانستتيوشنال ميموري، اللي هي الذاكره المؤسسيه اللي احنا نفتقر لها في الجمعيه. يعني لما بتيجي بدك تحكي عن تاريخ، بتصفي بدك تبحث عن المعلومه. كثير مهم المؤسسه لما بدك تيجي تحط لها استراتيجيه، وذر بعدين تقول رود ماب، بعدين اوبريشنال بلان، يكون في فاونديشن وارضيه لاساسيات بتتقبل وبتدعم. زي ما حكت ست منى انه والله بدك تحط استراتيجيه، بعدين بدك تحط اكشن بلان. ما هو هذا كلياته بتطلب ارضيه ومتطلبات. اي نعم بدك والله نظام اداري وبدك نظام مالي وهدول الشغلات كلياتها، بس لازم احنا كمان نرجع للجذور ونبحث ليش صار معنا. يعني انت هيك لو بدك تجاوب بسرعه تقول نظام مالي واداري ومتطلبات ثانيه، ما هي اوريدي موجوده بالنظام الاساسي. مشكلتنا وين؟ مشكلتنا عمالنا بنبتعد عن النظام الاساسي وما عمالنا بنرجع عليه كرفرنس، اما كهيئه عامه او كهيئه اداريه بدها تخدم وتروح لاهداف الجمعيه. بشكل مبسط
تقدر تقول الموجود بالنظام الأساسي هو استراتيجية أساسية أو فكر يحط لك بوصلة، ومش مربوطة بزمن ولا شورت تيرم ولا ميد تيرم ولا لونج تيرم، بمعنى أقل من 3 ل 5 أو بيوند أكثر من هذا الحكي. فلازم يعني زي ما بقول إحنا مشان نقدر ونوصل الفكر تبعنا ونوصل طريقة فكرنا، ولما نيجي نقول لازم الاستراتيجية تكون موجودة، لازم الناس كمان بشكل عام الهيئة العامة تحس ليش مطلوبة هي ووين محاذيرها. يعني أنت لما سألتني قبل شوي ليش لازم المؤسسات يكون عندها استراتيجية، أنا جواب بسيط بقول لك مشان ما يصير فيها زي وضعها الحالي بالجمعية هلأ، اللي هي المترديات كلياتها بغض النظر كيف بدك تطلع على النتائج أو من أنو منظور، بدك تقول منظور إداري، منظور مالي، منظور اجتماعي، منظور ثقافي، منظور تكافلي، منظور أعمال خيرية، كلياتها مع بعض بدها تنحط مع بعض هاي ويصير لها تقييم. يعني التأسيس لأنك ترجع وتأهل الجمعية إنها تكون هي جاهزة لتستقبل أفكار كويسة وأفكار جديدة وياخذوها الهيئات الإدارية المتعاقبة، بغض النظر بنحكي عن الملف اللي احنا عم نحضره أو في شغلات كثير انشغلت قبل وبتنشغل هلا وأكيد راح ينشغل إشي لقدام. فهي كثير مهمة بموضوع الفكر والجدية دكتور. إذا إحنا عن جد بدنا نرجع ونقول بدنا نعمل إشي معينة لازم إحنا نتغير مشان نغير. لازم يكون عندنا الجدية الكافية والالتزام بأنه إحنا بدنا نترفع عن تفاصيل كثيرة، وبالنهاية البوصلة هي خدمة الجمعية بشكل أساسي. يعني مرات نقعد نحكي بنقاشات بتضلها بالعموم، بس برضه هلأ إن شاء الله خلال الحديث هلأ ولقدام بالندوة لازم ننزل للأساس وين المشاكل موجودة، عشان لما تحطها بالطروحات تحط الفكرة تبع الاستراتيجية وبتحط تحتها شوية من فكرة الأوبريشنال بلان أو حتى في شغلات متطلبات اللي لازم نعملها قبل ما نيجي نقول بدنا نطبق استراتيجيات أو بدك الناس يجي تقول كهيئة إدارية يستقبلوها. هلأ طبعا بحب أضيف كمان إنه الشغل اللي عم بنشغل هذا لا مش مفروض ولا هو بشكل أصلا تحدي أو نوع من المواجهة مع أي هيئة إدارية بدها تيجي، لأنه بالعكس لازم يكون المنظور إلها إنه والله في ناس عم تشتغل، شوفوا الشغل اللي بيساووه بنفع خذوا منه شوية، ما بنفع بنحط على جهة. فقصدي هي شراكة دائمة مستديمة، يعني ما بتقدر تطلع جزء وتترك الباقي لأنه كله ديناميكية واحدة. شيء اسمه مفهوم السينرجي اللي هي كل هالأجزاء هاي بتشتغل مع بعض لتوصل لنتيجة واحدة. وفي أطراف كثيرة هي بالنهاية وين بتبين بأداء الجمعية وبتبين بالميزانيات. هذا تمام. أشكرك أستاذ باتر. أستاذ محمد، طبعا اللي عم بيحكوا الأخ باتر والأخت منى عم بيحكوا عن استراتيجيات وعن خطط وعن توحيد للأفكار ووضع منهجية معينة للهيئات الإدارية ورسمها قبل ما يكونوا موجودين في الإدارة، بحيث أنه هذا يخفف عنهم معاناة كثيرة. ولكن حضرتكم زرتوا عدد من المؤسسات الشركسية وعدد من المناطق للفروع الجمعية الخيرية الشركسية، فكيف شفتوا الناس كيف توجهاتها، كيف عم تتقبل فكرة أنه لابد من عمل خطط معينة للهيئة الإدارية؟ هل الفكرة يعني معقدة؟ هل الفكرة عم بيتم تقبلها بطريقة صح؟ شو هي نتيجة الجولات اللي عملتوها لعدد من الفروع والمؤسسات الشركسية؟ أستاذ محمد تفضل. أشكرك دكتور على هالسؤال، فعلا في غاية الأهمية. بس بداية عندي تعقيب على اللي ذكروا الأخ تامر قبل شوي، وهو يعني ذكر كم كلمة أو كم مصطلح يعني أصاب في الموقع المحدد بهذا الخصوص. يفترض أنه يكون العمل تكاملي، عمل مشترك، كلنا نكمل بعض، سواء المبادرات ولا الفروع ولا الهيئة الإدارية. يفترض أنه ما يكون في تخوف جهة أي من جهة أخرى، يفترض يكون في عمل مشترك للارتقاء في الجمعية.
أنا بمثل الجمعية، يعني نحن درسنا في القانون، عندي اهتمامات شخصية في القانون الدستوري. زي أي دولة، الدولة شو معاييرها عشان تكون في دولة؟ في أرض، في شعب، في ثقافة، في لغة، إلى آخره. بعتبر الجمعية الخيرية الشركسية هي دولة، بتعبير بجاني. أنا كهيئة عامة ما عندي القدرة أدير هذه الدولة، فعشان أديرها شو بدي أسوي؟ بدي أختار نظام يناسبني، نظام ملكي، دستوري، برلماني، رئاسي، إلى آخره. أنا يفترض أني أختار أشخاص معينين عندهم خبرة، زي ما بقولوا أعطي الخبز لخباز، وأشخاص معنيين وعارفين شو اللي بيحكوا فيه وشو اللي بيشتغلوا فيه، ويمثلوني بطريقة صحيحة. فيفترض من خلال الحكومة، فيفترض نحن كأعضاء للهيئة العامة يكون في عنا وعي بهذا الخصوص. الجمعية الخيرية الشركسية بداياتها كانت متواضعة سنة 32، قبل ما يكون في شيء اسمه وزارة التنمية الاجتماعية، قبل ما يكون في شيء اسمه قانون الجمعيات اللي بيحكم الآن عمل الجمعية. ففي تراث لازم نحافظ عليه، لازم هذا التراث بنوه آبائنا وأجدادنا، لازم نحافظ عليه. الجمعية الآن مقدراتها زادت، العلم اختلف، تطور، فلازم نواكب الطريقة إدارة الجمعية بالطريقة السابقة، بطريقة الفزعات، بالطريقة العشوائية اللي كانت موجودة. يفترض الآن إنها تتغير. ونحن كمجتمع شركسي دائما نحكي، مش بس نحن في الأسرة، إذا بتطلع جميع التكتلات والمجموعات والناشطين في المجتمع الشركسي كلهم بيحكوا مجمعين إنه نحن في عنا مختصين وما شاء الله عليهم، ومعنا ضيفين موجودين هلأ نحن في البرنامج. فليش ما هالناشطين وهالأصحاب الاختصاص يكون في لهم دور وبصمات للارتقاء في الجمعية اللي عندها مقدرات، واللي ممكن تكون مؤسسة أكبر من المؤسسات اللي موجودة، وقد تكون حكومية حتى، وقد تكون حكومية. يعني أرجو أنه أفهم صحيح بهذا الخصوص، أنا بعرف لأنه بحكم قربي من العمل الحكومي. الآن إجابة على سؤالك دكتور، صراحة نحن زرنا تقريبا جميع الأفرع، زرنا أعداد كبيرة من غير أفرع الجمعية الخيرية الشركسية، زرنا كمان مؤسسات شركسية وأطلعناهم على الفكرة. حقيقة كان إشي بيرفع الرأس، كان في يعني إجماع من الجميع إنه أنتم اللي عم تحكوا في هذا المجال. وانتبه دكتور، مش نحن اللي عم نحكي فيه، نحن المجتمع الشركسي. هذا المشروع ما بيتعلق بأشخاص محددين، هذا المشروع يفترض إنه يكون مشروع شركسي بحت، الكل له علاقة فيه، الكل يفترض إنه يكون له بصمة، لأنه بيخدم هدف سامي. فبالتالي كان في شعور من الأخوة اللي اجتمعنا معهم إنه نحن عم نحكي عن إشي جديد، عم نحكي عن إشي يفترض إنه نخدمه ونشتغل عليه بطريقة صحيحة، ونطلع من الإشكاليات والتحديات اللي نحن موجودة فيها. وبصراحة بعد يعني ذكرت في بداية حديثي، نحن في البداية كنا عبارة عن يمكن 30 شخص 40 شخص يعني، والناشطين منهم عبارة عن 5-6 أشخاص أو 7 أشخاص. الآن بعد اللقاءات هاي والتعريف وبعد التسويق للفكرة العدد زاد. لقينا انه المهام الوظيفه او المهام زادت، فكان لازم انه ننقسم نوزع المهام ما بيناتنا. فصار في عندنا شيء اسمه لجنه تنظيميه اللي انا اتشرف اني عضو فيها، وصار في عندنا لجنه الاستراتيجيه اللي هم الخبراء والاشخاص المعنيين في وضع استراتيجيه او خطه تنفيذيه، زي ما شرحت الدكتوره حمونه في بدايه حديثها عن هذا الموضوع. فانا متفائل حقيقه، انا متفائل، وأتمنى أنه أي هيئة إدارية قادمة، الأسرة ستستمر بغض النظر من هي الهيئة الإدارية القادمة، بس أتمنى من الهيئة الإدارية القادمة أنها تأخذ بعين الاعتبار، تكون على مسافة قصيرة من الأفكار اللي عمالها تطرحها الأسرة وتبنيها. أنت عمالك، نحن عمالنا بنقدم لكم أدوات تولز معينة، هذه التولز راح تساعدكم في مهامكم
والخبرات، واستغلوا يا اخوان الخبرات اللي موجوده في المجتمع الشركسي. في عندنا خبرات كثيره، استغلوها، لانه هذا الحكي اللي عم ينحكى استراتيجيات في بعض المؤسسات والشركات، الاخوان بيعرفوا بيدفعوا آلافات الدولارات عليه، مبالغ ضخمه. الموضوع عندنا هون نحن مجاني فعليا، فبهدف رئيسي اللي هو الارتقاء في الجمعيه، وانه ان شاء الله تكون هي فعلا البيت الشركسي. أشكرك أستاذ محمد. أستاذة منى، يعني أنا بدي أعلق على موضوع يعني إنه الخطط هاي اللي بتنعمل أو الإعدادات هاي اللي بتتساوى، وأنت حضرتك محترفة في هذا الموضوع. أحد أعضاء الهيئات الإدارية السابقة من دون ذكر أسماء يعني حكى إنه إدارتهم كانت على استعداد إنها تدفع 250 ألف دينار لمدة 10 سنوات لشركة بدها تعمل لهم خطط استراتيجية وخطط لمشاريع معينة، وحتى كمان يدفعوا لهم نسبة معينة من الأرباح للمشاريع اللي ممكن أنها تنتج عن هذه الخطة الاستراتيجية طويلة الأمد. ف250 ألف دينار فعليا كانت في هيئة إدارية جاهزة أنها تدفع هذا المبلغ على هو ما حكى لي أحد أعضاء الهيئة الإدارية السابقة. إحنا حاليا عم بنشوف أنه مجموعة الأسرة وعندهم مجموعة من الخبراء اللي بعتقد لا يقلوا كفاءة أبدا عن أي جهة ممكن أنها تحط خطة استراتيجية، وهم زي ما تفضل الأستاذ محمد جاهزين أنهم يعملوا هذا الحكي مجانا. هم جزء من المجتمع الشركسي وهم بيشوفوا أنه هذا واجبهم، ومش واحد ولا اثنين، احنا بنحكي عن حوالي 10 أشخاص مختصين في هذا المجال وجاهزين يقدموا خبراتهم مجانا للمجتمع الشركسي. أنا عم بنوه بهذا الموضوع فقط مشان أدلل على أهمية ما يفعله هاي المجموعة من الأشخاص. أستاذة منى، حاليا عم بتخططوا مشان تعملوا ورشة عمل. ورشة العمل هذه يوم السبت القادم بدها تصير، وورشة العمل هاي سجل فيها عدد من الأشخاص بشكل مسبق، وهدول الأشخاص اللي سجلوا مسبقا راح يتم تنظيمهم ضمن هاي ورشة العمل. ممكن تحكي لنا شوي عن هاي ورشة العمل، شو هي، كيف بدها تصير، وين بدها تصير، وما الأهداف من عمل هذه الورشة؟ تفضلي أستاذة منى. تمام. ورشة العمل أو بنسميها كمان الجلسة الحوارية، لأنها هي عبارة عن منصة أو منتدى فكري مشان نتحاور ما بين أعضاء الهيئة العامة والمجتمع الشركسي بشكل عام. هي هاي الورشة زي ما حكيتوا هي مبادرة أطلقتها مجموعة أسرة الجمعية، وبدنا نعمل الورشة في الجمعية الخيرية الشركسية ب15 شهر يوم السبت من الساعة 10 للساعة 3. مدعوين للورشة بمشاركة ما لا يقل عن 80 مشارك، بنتوقع أنه يكون عددهم 80 مشارك من المهتمين زي ما حكيتوا بالارتقاء بأداء الجمعية، ومن المتخصصين في مجالات متعددة، واللي عندهم خبرات سواء كانوا اشتغلوا في الجمعية أو عندهم خبرات إدارية وخبرات مالية واقتصادية وما إلى ذلك. هاي تمهيد لتطوير إطار عام زي ما حكينا أو خارطة طريق للجمعية، بحيث إنه نضمن إنه خارطة الطريق هاي هي تمثل الواقع الفعلي، تكون قابلة للتطبيق بعيدة عن النظريات غير المجدية، وإحنا نقوم بعدين بتأطير كافة الآراء اللي راح نجمعها وتيجينا من كل هدول المهتمين، سواء من الهيئة العامة وسواء من أصحاب العلاقة اللي بالمجتمع الشركسي، سواء من خلال الزيارات، النتائج اللي جتنا بالزيارات كلياتها نجمعها ونناقشها من خلال هاي الورشة، ونقوم بتأطيرها بمحاور وأولويات يمكن يعني الهيئات الإدارية تستفيد منها في إعداد الخطة استراتيجية متكاملة تكون للجمعية من قبل هاي الهيئات الإدارية المنتخبة القادمة إن شاء الله. هلأ للتحضير لهاي الجلسات حكى يمكن أستاذ محمد إنه عملوا هاي الزيارات لمعظم المؤسسات الشركسية، تعرفوا على
عن قرب عن التحديات والأولويات، هذا بيجينا إنه حتى نكون أقرب للواقع، يعني حتى نرصد كل التحديات. وبرضه كمان استخدمنا أدوات مختلفة لجمع هاي المعلومات، منها استبيانات، منها تجميع لكل آراء مجموعة الأسرة من خلال الجروب اللي موجود أو من خلال الفيسبوك اللي معمول لمجموعة الأسرة. نتوقع من هاي الورشة إنها تكون هي مرجعية غنية بالمصادر والمعلومات، نجمعها تساعدنا في التحليل. بدنا نعمل زي أوراق عمل لكل محور، هم في 5 محاور، 4 محاور رئيسية سوري. لكل محور بدنا نعمل زي ورقة عمل من ضمنها مع بعض، بتكون هي بتمثل خارطة الطريق اللي بتتضمن كل مخرجات هاي الجلسات والتوصيات، ونضعها بعدين تضعها أسرة الجمعية بأيدي الهيئة الإدارية والهيئة العامة ككل لاستخداماتها في وضع الاستراتيجيات أو في إدارة أعمالها. زي ما حكينا إنه ممكن إحنا بنتوقع إنه 80 شخص يجوا على الورشة، رح نقسمهم إلى مجموعات عمل، وكل مجموعة بده يكون له ميسر أو ميسرة. ولتنظيم هذا العدد من المشاركين إحنا حضرنا كافة ما رصدناه من تحديات وأولويات، رصدناها كلياتها ورح نعرضها عليهم، وناخذ كمان آرائهم إذا في تحديات أخرى، ونعمل زي تصويت أو نصير في توافقية شو أولوياتنا، وين بدنا نتجه، ويصير في توافق ما بين كل اللي موجودين. هلأ الورشة بتتناول 4 محاور رئيسية. المحور الأول هي محور كتير كبير اللي هو له علاقة الحوكمة والبيئة التنظيمية، والمحور الثاني ذات أهمية كتير كبيرة اللي هي الاستدامة المالية، ودور المحور الثالث اللي هو دور الجمعية في تعظيم دور المجتمع الشركسي ودعم مصالحه في المجتمع الأردني وإقليميا ودوليا، وهذا كمان موضوع محور بتضمن مواضيع كتير هامة. وآخر موضوع، وهذا موضوع لما طرحناه على أسرة الجمعية لقى اهتمام كبير، اللي هو العلاقة ما بين الجمعية الأم المركز والفروع والمؤسسات التابعة. هذه بعجالة يعني ملخص عن شو الورشة وشو مقوماتها. أستاذ باتر، ما النتائج اللي متوقعة من ورشة العمل هاي؟ شو بنتأمل من ورشة العمل هاي اللي كل هالناس هدول بدهم يشتغلوا فيها وبدهم يطرحوا آرائهم وبدهم مجموعة من المختصين ياخذوا الآراء ويحللوها ويردوا يعرضوها مرة ثانية؟ هذا الشغل اللي عم بيصير شو بنتأمل منه؟ شو المصلحة للجمعية وللمجتمع من وراء؟ تفضل أستاذ باتر. هلا لما تاخذ التوقيت الحالي دكتور، بوين احنا هلا مثلا من فترة دورة الهيئة الإدارية الحالية هي مواكبة على الانتهاء طبعا، واجى التوقيت هلا تبع الندوة هاي بنفس الوقت. هلا حكينا قبل شوي وحكى محمد كمان انه هاي استمرارية، يعني هاي جزء من حلقة من دائرة مستمرة، يعني مش عم تعمل انت ندوة وبدك تحط عليها مخرجات وهي واقفة بعيد مع كل النشاطات او الديناميكية اللي عمالها بتصير. بمعنى بنفس الوقت انت في عندك هلا هيئة إدارية عمالها بترتب امورها، بدها تسلم خلينا نقول اللي بيفوزوا بالانتخابات. في عندك اشخاص هلا نازلين عمالهم برشحوا انفسهم وبقدموا برامجهم خلينا نقول الانتخابيه. بنفس الوقت في عندك الندوه، بنفس الوقت بدك انت تعمل توعيه للهيئه العامه بشكل عام، على اساس نيجي نطلع على الفتره هاي هلا بنهايه 22 هي ان شاء الله تكون فتره انتقاليه لترفع من سويه او زي ما بيقولوا تو ريز ذا بار على دخول عام 2023 ان شاء الله، وتبلش كل الامور تشتغل مع بعض. يعني لساتنا هلا احنا عمالنا بننتظر ميزانيه 22 اللي لسه ما انعرضت على الهيئه العامه، واللي هي وقتها هو 4 أشهر من انتهاء العام. يعني المفروض احنا هلا بشهر 4 السنه هاي تطلع ميزانيه ال21 اللي لساتها ما طلعت. الواحد لما بده يحكي شيء بده يعرض حقائق وليس يحكي بآراء أو أفكار بشكل عام. الميزانيات السابقة فيها تحفظات. التحفظات للميزانيات
كثير امور مهمه الواحد يوقف عندها ويراجعها ويشوف ليش عمالها بتصير ويحاول يتفاداها للسنه الجاي. يعني قصدي للموضوع لما بذكر هاي الامور، يعني انت وين بدك تخلق قيمه مضافه وتقول عندك المخرجات وتاخذ مخرجات الجمعيه الندوه، اوكي، وتاخذ بس مخرجات الندوه وتقول هاي استراتيجيه، بغياب انه في شغلات عمالها بتنعمل بنفس الوقت من الاطراف الثانيه. يعني الاخوان اللي نازلين ككتل انتخابيه لازم يكون في تواصل بينهم بين الكتل بالفروع. شو التنسيق؟ كيف بده يصير ترتيب بيناتهم؟ تحضير الملفات لاول شيء نطلع ميزانيه ال21 تنعرض على الهيئه العامه، لانه هاي بدهم يدخلوا على ال22 وتدخل على ال23 للهيئه الاداريه الجديده. طب ما هو انت مش معطيهم بيانات ماليه لسه، وبنفس الوقت مين اللي بده يروح يوافق عليها اذا مر الوقت ودخلت ال23 ولسه في عندك سنه ال21 وال22؟ هاي نقاط مهمه لازم تتعالج، او الناس هلا من هلا لاخر السنه تشوف كيف بدها تنهيها وتحلها. انا بحكي هيك ليش؟ لانه بحكي على منظور انه لازم نطلع على امور الجمعيه زي كأنك بتدير شركه. طبعا لما بقول بدير شركه مش معناته انك انت بتخسر من مزايا او من اهدافك انك انت بتعمل عمل خيري او بتعمل عمل اجتماعي. انا بقول لك احنا لازم تصير الجمعيه تدار من باب زي كأنها شركه مشان تضمن ديمومتها وتصيري في نتائجها بالنهايه بتعطيك مردود اللي انت بترد مره ثانيه بتدوره بالعمل الخيري وبتصير تخلق مشاريع جديده. يعني احنا هلا حاليا شو عندنا بالجمعيه؟ عندنا الارض حنوطيا وهذا ملف لحاله بنحكى فيه. عندك المدرسه عندها تحدياتها وتشالنج، يعني تشالنجز كثير منها. نفس الشيء سماور المطعم، بقيه الشغلات كلياتها تعتبر كوست سنتر. طب احنا امتى بدنا نبلش نلم كل هالاطراف مع بعض؟ وحتى لو اجت بعد 3 سنين بين عندك اجوا ناس عملوا ندوه وفي عندك مجلس هيئه اداريه فيها انتقاليه وبدها تسلم هيئه ثانيه، لازم يكون في فلو كثير سهل وكثير متجانس. لانه يعني لو الهيئه يعني الواحد مشان يكون منصف مع الجميع لما بدهم ينزلوا الكتل للانتخابات، طيب ما هو كيف بده ينزل يشتغل السنه الجاي اذا في شيء لسه بده يقضيه يرتب من السنين الماضيه؟ 3 سنين ما بتكفي مشان الواحد يكون منصف. فبقى اللي قصدي فيه ايش مخرجات الندوه؟ مخرجات الندوه هي زي كأنها محفز دكتور، انك انت الكل يشوف هالشغل اللي عم بنعمل وكله يتطلع مع بعض مشان يمشوا لقدام ويصير اللي عندك ترانزيشن سلس. ولما اللي بيجوا بدهم يستلموا ل3 سنين الجاي بيقدروا يحققوا اهداف وغايات معينه. يعني لما اجينا قلنا من قبل شوي قلنا نحط الاستراتيجيه، ما انت بدك فاونديشن لها، بدك اساس، بدك بلاتفورم. يعني لما بدي اجي احط استراتيجيه واجي احكي بتفاصيل واقول والله هلا بدي اجي اطلع على برنامج التكافل بشكل عام، طب انا اذا الداتا بيس وما عندي بزنس انتليجنس او بسموه اللي بالعربي الاداء الاعمال، من وين بدي انا اجي اطبق الاستراتيجيات اللي حاطها او اقدر اشتغل لقدام؟ يعني في من الشغل من ضمن الحديث اللي كنا نشتغله انا والست لارا خمش اللي شغالين على موضوع الاستدامه الماليه، انه بدك ترجع لتفاصيل معينه تحطها، يعني تطلع على المشكله، تطلع على سببها، تقترح حلولها، وبعد ما يتم ايجاد هاي الحلول وتدخل الحلول هاي ضمن الممارسه، ساعتها بتنتقل للليفل الثاني اللي تبلش تشتغل على مش انك ما تشتغل على الاستراتيجيه، بس بتبلش تطور فيها اكثر وتنهي موضوع اساسيات. يعني زي اللي بيجي بيقول والله انا بدي اروح لمحل بس لسه معيش شيء اروح فيه، ففي بري ريكويزيتس لنيجي نقول بدنا ننتقل للمرحله الثانيه. هلا ايش مخرجات الندوه؟ اكيد مخرجات الندوه اول شيء اللي هي لازم تكون ديمونستريشن على موضوع الفكر، انه الناس تبلش تحكي مع بعض اكثر، تحاول الهيئه العامه تتداخل اكثر وتاخذ قراءات من الندوه، ترجع على النظام الاساسي، ولازم يتم في دراسه مفارقه بين ايش بتنفذ على ارض الواقع وبين ايش نصوص النظام الاساسي. طبعا هلا بحكيها هاي مع تحفظات لانه في كثير امور بالنظام الاساسي يجب ان يتم معالجتها بالفتره القادمه بوقت سريع. يعني جمعنا شويه ارقام،
ما بعرف اذا الاخوان بيعرفوا، احنا في عندنا 108 اشخاص تحت مسميات بين اعضاء بهيئه اداريه ولجان فرعيه ومجالس امناء، 108 شغالين هيك. واذا هذا نتاج الشغل، ايش لازم نعمل كمان؟ وقف عند هاي شوي. طبعا هذا مش من باب الانتقاد، لكن من باب الواقع، انا اللي بحكي امور واقع مش من ارائي، يعني بحكي فاكتس. نيجي على الشغله الثانيه، لو اجينا قلنا مثلا اعضاء الهيئه الاداريه اللي موجودين بالجمعيه عددهم 15، طب لو دخلت على اول اجتماع بدك تعمله مع الجهاز التنفيذي بالجمعيه المركز، عدد الاعضاء الهيئه العام الاداريه 15 وعدد الكادر الوظيفي 8، يعني الهرم بالعكس شغال ولا الدنيا لازم تكون هيك؟ فاحنا اوريدي احنا دائما عمالنا بنحكي عن موضوع الهيئه العامه والهيئه الاداريه، وناسين اللاير اللي هي مسؤوله عن الاوبريشن، الديلي اوبريشن، اللي هي الكادر التنفيذي. لو بدك تاخذه على مستوى المركز او بدك تاخذه على الفروع، هذا لازم يكون فيه ستابيليتي وفيه ثبات، انه مين ما راح ومين ما اجى على مستوى البورد، لانه اهداف البورد والغايات منهم واللي لازم يشتغلوا هو وضع السياسات، الاشراف على الاعمال، مساعده الكادر التنفيذي، مش ينزلوا هم على الليفل تبع الديلي اوبريشن. لانه حتى بالنظام اللي موجود اللي عندنا فيه شغلات بتمكن بعض اعضاء من الهيئه الاداريه انه هم ماسكين امور ديلي اوبريشنز. طب هذا الحكي ما بيصير. فكلها بدها تمشي مع بعض. بدك تطلع مخرجات للندوه، بس بنفس الوقت تركز على الامور اللي الناس بده يكون ينعطى وقت من هلا تحضر، تدرس للاخوان اللي نازلين بالكتل، يتطلعوا على النظام الداخلي. نيجي نقول وين الميزانيه؟ انت بدها تطلع وتنعرض على الهيئه العامه. موضوع حتى محتوى الميزانيه، بموضوع هل تطلع كلين ولا فيها تحفظات، ولا اعطيك بقول لك والله بدي اعطيك ادفيرس اوبينيون، ولا اقول لك ديسكليمر اللي انا ما بدي رايي. احنا معرضين لسه لهذا الحكي، وبدنا نيجي نقول بدنا نبلش ننفذ. لا، الواقعيه مهمه، والواقعيه بانه هذا عمل جهدي شامل كل الاطراف، هيئه عامه، هيئه اداريه، مجلس حالي، مجلس قادم، فروع، كلهم بدهم يشتغلوا مع بعض. لانه اذا ما عملنا هيك ما بنقدر. هذا مو شغل جزء صغير بده يعمله او حتى كندوه. هلا لما بحكي هذا الحكي ما بحكي من باب انه والله احنا بدنا نخوف او نرجع لورا، بالعكس. انت كل ما كنت تطلع وفوكست على موضوع وين المشاكل، كل ما عمالك تحكي عم بتطلع عليها وبدي اروح احلها، وهذا الحل بده جهد من الكل. احنا ما ينقصنا الكوميونيكيشن، احنا ما بنحكي مع بعض كثير، بغض النظر والله انا هيئه عامه ولا هيئه اداريه. وزي ما حكيت قبل شويه وحكى محمد، احنا يعني لازم نقدر الكاليبر اللي بدنا نجيبه على الهيئه الاداريه مشان يستلم. يعني الجمعيه لما تطلع الميزانيه محطوط مجموع اصولها 8 مليون، الجمعيه مش 8 مليون، الجمعيه يمكن 50 60 ويمكن اكثر. اخر 4 سنين الجمعيه كانت تعمل شغل وبين ايرادات ومصاريف 17 3.5 مليون، 18 3.3، 19 3.2، 20 2.9. هذا شيء مش جمعيه صغيره يا اخوان. احنا بدنا نيجي نوعى على هذا الحكي، ولما نيجي نقول والله بدنا ننزل، يعني تكون جزء من الكادر التنفيذي او الكادر الهيئه الاداريه هي استحقاق وليست رغبه. يعني انا ما باجي بقول والله انا حاب اكون عضو هيئه اداريه، في استحقاق بالموضوع. بدي اطلع على حالي واقول انا بقدر اعمل هالفانكشن ولا ما بقدر. ولما باجي بدي استلمه بدك ترجع مثلا تقول والله بقدر اسوي لحالي ولا بدي اجيب معي شركاء من الداخل من الخارج. يعني بدها وقفه شموليه كلياتنا مع بعض. يمكن ما نكون مع بعض بس على الاقل نفكر بيننا وبين حالنا، مشان لما ننطلق 23 نحس انه والله في مومنتم، في داخلين بنفس جديد. زي ما برجع زي ما قلت اذا ما تغير ما بنقدر نغير. صحيح صحيح. يعني طبعا اذا ما كان في تخطيط راح يضل في عدم وضوح للعمل، في تخبط، في ثغرات معينه، في بعض القضايا ما راح تنحل. فاذا ما كانوا الناس شايفين هذه الامور، الامور ما بتزبط. بس برضه كمان بحب اعلق على موضوع انه
مش الشخص بس نفسه انه هو يطلع على حاله عنده الكفاءه ولا ما عنده الكفاءه، لانه مرات الواحد بيكون مغشوش بحاله. بس الهيئه العامه فعليا لازم هي اللي كمان تراقب الناس، هل هذا الشخص لانه ابن عمي ولا لانه ابن خالتي ولا لانه من المنطقه الفلانيه انا عم بختاره، ولا انا عم بختاره لانه فعليا راح يقدر يشيل جزء من الحمل اللي احنا بنحكي عن ملايين من الدنانير اللي ممكن تخدم مشاريع، تعمل مشاريع تخدم مجتمعنا كلياته وتخدم كافة العائلات اللي معنية، المستورة اللي معنية بهذا الموضوع. ولكن في ظل عدم معرفتنا لأهمية ودور الجمعية الخيرية الشركسية، وعدم نظرتنا لخطط أو مطالبتنا لناس عندهم كفاءة، رح يخلينا وكأنه إحنا إرضاء للخواطر قاعدين عم ننتخب الناس. ومش لازم يكون إرضاء للخواطر، لازم يكون فعلا عم نختار الرجل المناسب في المكان المناسب. ولذلك إحنا بنحكي الهيئة العامة لازم يكون لها دور. الهيئة العامة شو عم بتساوي؟ الهيئة العامة إحنا كجزء من الهيئة العامة لازم نوقف ونقول للإدارة يا جماعة خبرونا شو اللي عم بيصير معكم. إحنا بدنا نعرف أنتوا اللي اخترناكم عم بتقوموا بواجبكم ولا ما عم بتقوموا بواجبكم؟ وين العقبات؟ خلينا نساعدكم إذا في عقبات. ولكن لا الهيئة العامة ولا الهيئة الإدارية عليها أن تتقاعس بأنها تتابع شؤون الجمعية الخيرية الشركسية، لأنه فعلا الجمعية قادرة على أنها تكون أفضل بكثير من الوضع الحالي اللي موجود حاليا. مشان هيك أستاذ محمد أنا بدي أرجع على مجموعة الأسرة. مجموعة الأسرة هي جزء من الهيئة العامة ولا تمثل الهيئة العامة، هي مجموعة من الناس في الهيئة العامة قرروا انه يحكوا بالشأن تبع الجمعية الخيرية الشركسية، ويحاولوا انه يكون في نوع من تنبيه باقي اعضاء الهيئة العامة انه يا جماعة الخير خلينا نتحد مع بعض، نوقف مع بعض ونساعد الهيئة الإدارية او نحاسب الهيئة الإدارية او نقيم عمل الهيئة الإدارية. ولكن مش لازم نضل نحن قاعدين ونتطلع ونترك الامور ماشيه على التسهيل وعلى البركه. استاذ محمد مرة ثانية مشان نفهم مفهوم الأسرة بشكل أوضح، ما هي مرجعية مجموعة الأسرة؟ يعني هل هي تمثل الهيئة العامة؟ هل قراراتها ملزمة للهيئة الإدارية؟ هل في قوة معينة تقدر الأسرة إنها تفرضها على الهيئة الإدارية وتقول لهم والله إحنا بدنا نشوف شو عملتوا في الموضوع الفلاني وشو ما عملتوا بالموضوع الفلاني؟ من أين تستمد مجموعة الأسرة صلاحياتها وقوتها؟ تفضل أستاذ محمد. يعني دكتور باسل أنا ذكرت في بداية حديثي، في مطلع بداية حديثي، ونحن دائما يعني أنت بتعرف باسل في اجتماعاتنا، في حديثنا، نقاشاتنا، العصف الذهني اللي بنقوم فيه، دائما نحن بنحب نأكد إنه نحن جزء من الهيئة العامة. هاي القوة اللي نحن بنستمدها، هاي قوتنا. أنا شخصيا جزء من الهيئة العامة، الأخوان جزء من الهيئة العامة، هذا مصدر قوتنا. وبداية قوتنا هي غيرتنا على جمعيتنا. هلا اللي تفضلت فيه انت عم تحكي عن شيء قانوني بحت. هلا بموجب النظام الداخلي انا ذكرت انه نحن فوضنا الهيئه الاداريه لاداره الجمعيه ومقدراتها. يفترض انه يكون في حوكمه رشيده لاداره الجمعيه، يفترض لظروف معينه، لتحديات قد تكون. عم بحكي عن مختلف الهيئات، انا ما عم بحكي عن هيئه اداريه، عن مختلف الهيئات بسبب ظروف معينة خارج عن سيطرتها، بحسن نية، بغض النظر شو الأسباب، وصلت الجمعية إلى ما وصلت عليه اليوم. بس زي ما بيقولوها المصريين، اخواننا المصريين، القطر ما فتش. يعني نحن لساتنا الحمد لله واقفين على رجلينا، يعني الدنيا ما خربت، بس نحن إعادة ضروري، يعني نحن بحاجة لإعادة ترتيب الأوراق من خلال النقاط اللي ذكروها الأخوة قبل شوي. قراراتنا نحن كأسرة هل هي ملزمة؟ نحن لا، ما بدنا نلزم حدا، نحن ما بدنا نجبر حدا، نحن بدنا نكون نهجنا تشاركي تعاوني أخوي بحت. نحن بدنا نتواصل بغض النظر مين الهيئة الإدارية القادمة. الأسرة رح تضلها موجودة، الأسرة رح يكون في لها دور رقابي، رح يكون في لها دور متابعة، راح تمد ايدها الأسرة اللي بغض النظر مين الهيئة الإدارية القادمة راح نساعدكم. هدفنا الرئيسي مش الهيئة الإدارية القادمة، هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على الخيرية، الجمعية الخيرية الشركسية، هذا الهدف الرئيسي. فنحن راح نضلنا متابعين معهم بغض النظر مين الهيئة الإدارية. نحن ما بدنا نلزم حدا،
وما بدنا نجبر حدا ياخذ استراتيجيه او خطه او الى اخره. يعني قد يعني يمكن كلمه استراتيجيه يعني حكاها قبل شوي تامر، في ناس بيقول لك يا عم شو استراتيجيه انتم كذا والى اخره. يا اخوان هلا انا بفتح الانترنت بطلع استراتيجيات بغير مسميات كت وبيست والى اخره، بس الواقع بيختلف. اللي ذكره ذاكر قبل شوي، الواقع الجمعيه لازم يكون في عندك بيانات زي ما ذكرت الاخت منى، لازم تدرس واقع حال الجمعيه ومؤسساتها وافرعها ومشاريعها اللي موجوده عشان تطلع بشيء مناسب، بشيء مناسب اللي تقدر تشتغل. فانا بناشد الهيئه الاداريه القادمه، ما بعرف مين راح تكون، بناشدهم انه تعاونوا مع الاسره، تعاونوا مع هالجزء من الهيئه الاداريه، مدوا ايديكم لهم لانه راح تنجحوا. الخطه التنفيذيه انت موجود مجانا، راح تشتغل عليها، راح يكون سهل عليك. انا كعضو هيئه اداريه عدم مؤاخذه يعني شو بدي والله اروح ابلش ورا موظف ولا هذا عمل هيك ولا هذا عمل هيك، انا مش بحاجه لهذا الموضوع نهائيا. انا بطبق سياسات، برسم سياسات كاعضاء هيئه اداريه. الجمعيات كلها هيك بتشتغل، خبرتنا في الجمعيات هيك بتشتغل، في مدير اداري هو اللي يحل هذه القضايا ويشتغل فيها. انا ليش اقعد اروح اشوف موظف والله عمل غلط ولا آه القصص اللي بنسمعها هاي كليات مش بحاجه لها. فبالتالي نحن كأسرة يفترض انه نقدم خبراتنا، هي مجموعه من الاشخاص اللي عندهم خبرات وعندهم باع طويل كل واحد في مجاله. يفترض انه الهيئه الاداريه القادمه تمد ايدها وتتعاون معنا للارتقاء في الجنه. وسلامتك دكتور. بدي أكمل ما دام عم نحكي بهذا الموضوع. من اللي عم بيشاهدوا الحلقة الأخ رائد حكيم بيسأل ما هي أهم التحديات التي تواجهها مبادرة الأسرة إن وجدت، وما هي وما هو أهم عامل ممكن أن تعول عليه هذه المبادرة لتستمر وتحقق أهدافها بمشيئة الله؟ يعني أهم شيء، أهم تحدي أنا بعتقد هذا تحدي لا يتعلق في الأسرة، يتعلق في المجتمع الشركسي ككل، اللي هو بناء الثقة. يفترض أن الثقة تكون موجودة، يفترض أن الثقة هي الرمز وهي العنوان الأساسي لكل عمل ولكل نشاط موجود، سواء في الجمعية الخيرية الشركسية أو في مكان آخر. فبالآخر أنا لما أجي بدي أتعامل مع باتر في قضية معينة واشتغل معه، يفترض يكون في بيناتنا ثقه، يفترض انه انا القرار اللي بيصدر مني يكون عنده ثقه، وبالتالي يقوم بتنفيذه بطريقه صحيحه بمشاورات بتعاون، فبالتالي راح ننجح اذا كانت الثقه موجوده. فهذه من اهم التحديات اللي بتواجه. تمام. شكرا أستاذة منى. الجمعية الخيرية الشركسية معظمنا بيعتقد أنه في مجالات واسعة أنه يكون الوضع فيها أحسن وأفضل، وعم بنشوف أنه في إشكاليات معينة وتحديات كبيرة ممكن أنه ما عم نقدر نتخطاها، وخاصة أنه يعني في الإدارات عم بيجينا إشكاليات، عم بيجينا تحديات، وعم بنشوف أنه الجمعية الخيرية الشركسية يعني لا ترتقي إلى المستوى اللي احنا بنحب انه تكون موجودة فيه. أين تكمن المشكلة المزمنة في الجمعية الخيرية الشركسية؟ تفضلي. هو مش مشكلة واحدة للأسف، في عنا عدة مشاكل. يعني يمكن من أهم المشاكل اللي هي غياب ما يسمى بالحوكمة وضعف البنية التنظيمية للجمعية. ما في عنا ما يسمى باللغة الإنجليزية check and balances، ما عندناش في غياب لأنظمة المتابعة. أستاذة منى، الحوكمة في ناس كثير ما بيعرفها، وأنت فسرتيها بالإنجليزي كمان صعبتيها علينا. إيش تقصدي يعني؟ شو يعني بالحوكمة؟ شو يعني مشاكل الحوكمة؟ تفضلي. تمام. لما نحكي عن الحوكمة بنحكي عن كفاءة الجمعية، بنحكي عن الشفافية، بنحكي عن حكم القانون، بنحكي عن المساءلة، بنحكي عن تحمل المسؤولية، بنحكي عن كل الأمور اللي للأسف إنه إحنا بنفتقدها في مبادئ للحوكمة. وفي حوكمة مجلس الإدارة أو الهيئة الإدارة أو الهيئة الإدارية لازم يكون لها حوكمة. يعني إذا بدي أقارن أنا جمعية زي جمعية إنقاذ الطفل
وجمعية زي عنا، وأنا عضو بالهيئة الإدارية لجمعية إنقاذ الطفل. إحنا في عنا أساسات هاي كلياتها مش موجودة بالجمعية. في عنا تقييم ذاتي، في عنا نموذج تقييم ذاتي. إحنا كهيئة إدارية كل عضو بقيم حاله شو كانت مساهمته. عنا لجان إدارية، لجان متخصصة، كل لجنة لها دور معين، وبنهاية العام حتى في تقييم نصفي وتقييم سنوي على وين إحنا وشو أنجزنا، وفي متابعة في شهريا بكل اجتماع يعرض علينا البيانات المالية، بيكون عندنا input، وبنشتغل على مستوى استراتيجي، ما بنتدخل على مستوى تنفيذي. في عندنا لجنة مراقبة، لجنة للرقابة على الأداء، على أداء الجمعية بشكل عام، على المؤسسات التابعة وما إلى ذلك. ففي غياب للحوكمة، حوكمة للجمعية بشكل عام، كفاءتها وكفاءة إدارتها وأنظمة المتابعة والتقييم والمساءلة اللي المفروض أنها تكون موجودة. وحوكمة الهيئة الإدارية يجب أن يكون لها في مدونة لقواعد السلوك، ميثاق لأخلاقيات العمل يجتمع فيها للهيئة الإدارية وكل كافة العاملين بالجمعية. هذا اللي مقصود بالحوكمة بشكل ملخص يعني. وفي كمان ضعف البيئة التنظيمية، وأشار إلها بشكل مفصل أخونا باتر لما حكى عن الهيكل التنظيمي، صلاحيات الأدوار، أدوار الفروع وصلاحيات الهيئة الإدارية، صلاحيات مجلس الأمناء، صلاحيات اللجنة الإدارية بالفرع النسائي. كل هاي الأمور كلها تقع ضمن البنية التنظيمية والصلاحيات اللي المفروض أنها تكون موجودة عندنا. وهذه في نوع من الضعف، في نوع من الغياب، بعض اللي حكيت عنه بالإنجليزي check and balances، اللي هو أنظمة التقييم والمتابعة والمساءلة وهاي الأمور. هلا الشغلة الثانية في كمان مشكلة أخرى اللي هي التغيير المستمر في الإدارة وأساليب العمل. والمشكلة إنه قبل كان يمكن التغيير كل 3 سنوات بتم من الهيئة الإدارية. مؤخرا شهدنا تغييرات متتالية في الهيئات الإدارية بسبب الدورة، مش بسبب الدورة الانتخابية بعد 3 سنين، الاستقالات، بسبب خلافات، استقالات، عدم انسجام أعضاء الهيئة الإدارية الواحدة. وهون تيجي كمان موضوع الحوكمة، تشكيل الهيئة الإدارية، قديش عددها، قديش التنير تبعتها، يعني السنوات الخدمة اللي المفروض إنها تكون موجودة، كيف بدنا نضمن استمرارية الهيئة لما تروح هيئة إدارية بكامل أعضائها ويجوا هيئة إدارية جديدة، كيف نضمن الاستمرارية، كيف يصير التسليم والاستلام بين هيئة إدارية وهيئة إدارية أخرى. فهاي الأمور كيف، شو متطلبات أو خلفية الأعضاء، يعني لازم يكون في واحد مثلا بفهم قانوني، مالي، اقتصادي، شو الخلفيات اللي بدنا إياها، هل هم عندهم خبرات سابقة في إدارة أو في مناصب قيادية وأداروا مؤسسات بحجم الجمعية، هل لديهم خبرات في مجالس إدارة أخرى. لازم نحط هاي المعايير اللي إحنا كهيئة عامة ننظر إلها ونختار من خلالها أفضل اللي موجود من اللي مترشحين. يعني المفروض إنه يكون في عنا بعض الأسس، بعض المعايير هذه تكون واضحة. والشغلة الثالثة يمكن هاي كمان مشكلة مزمنة، وهاي بشوفها مش بس بالجمعية المركز، برضو كمان في المؤسسات الأخرى، اللي هي الهيئات الإدارية أو اللجان الإدارية بتنغمس في تسيير الأمور اليومية، وبتروح زي فاير فايتنج، بس بتطفي حرائق ومعالجة المشكلات اليومية الآنية دون ما تركز إنه أو اهتمام بالتوجهات الاستراتيجية والرؤية المستقبلية. وبالمناسبة بنقدر نشتغل على رؤية استراتيجية وبنقدر نركز على هاي إذا كان التنظيم سليم وكانت الإدارة والقيادة يعني قادرة على أساس إنها تقوم بالعملين بمستويات مختلفة، وتكون الأدوار واضحة، مستويات الإدارة، التسلسل الإداري واضح، الصلاحيات واضحة، قنوات الاتصال واضحة، وفي نوع من الاحترام لآلية العمل ومبادئ الحوكمة اللي بنحكي عنها. أشكرك أستاذ باتر. يعني حضرتك اطلعت على بعض الأمور من خلال دراستك للموضوع اللي راح تديره في ورشة العمل
واللي هو له علاقة في القضايا المالية بشكل خاص. بس بشكل عام خلينا نحكي إنه في قضايا، في كثير من القضايا بحاجة لمعالجة على المدى البعيد وعلى مدى سنة وسنتين، وبنقدر نفكر فيها ونحط لها حلول. ولكن هل في هناك قضايا طارئة موجودة على أرض الساحة لابد من إنه ناخذها بعين الاعتبار ومن دون تأخير؟ لازم إنه يتم معالجتها، يعني نوديها على غرفة الطوارئ بشكل سريع. تفضل أستاذ باتر. شكرا. زي ما حكينا قبل شوية دكتور، أنت في عندك شغلات مهمة كتير ولازم تنعمل هلأ. واحدة منهم هي موضوع إصدار الميزانيات، لأنه أنت بغياب إصدار ميزانيات يعني كيف بدك تيجي هيئة إدارية جديدة ولسه مش عارفة في جاب 21 22 وداخل على 23. هلا هذا إن شاء الله يكون هلأ تحضيره أو إنه دعوة لهيئة عامة بفترة قصيرة، وممكن تيجي تقول والله اوكي هاي بساوي فيها ال21 22 ما انتهت السنه، بس في شيء بتقدر تعمله بسموه الانترم ريبورتنج، اللي هي بتقدم تقارير للفتره خلال الفتره يعني، او جزئيات. يعني باجي بقول لك يمكن بدي على الثيرد كوارتر تعطيني اجيب المدقق واقول له بس اعمل لي بير بوكس، وهذا معروف بنعمل، بقول لك بعطيك انا الثيرد كوارتر هاف يير بير بوكس وبختم لك عليها انه اتليست هاي مطابقه للدفاتر. على الأقل أنت بتصير تعرف اللي جاي وعايش داخل وكيف تجهز حالك. يعني الفاكيوم هذا ما بصير يكون موجود. في شغلة كتير مهمة كمان دكتور، اللي هي بسموها مصفوفة القرارات. يعني القرارات اللي اتخذت بغض النظر الهيئة الإدارية السابقة أو حتى قبل، لأنه إذا بتذكر قبل فترة كان في نقاش على موضوع النظام المالي والنظام الإداري، وصار في ملاحظات كثيرة إنه كان في نظام مالي كتير من فترة يعني قديمة، بس مو عارفين وين راح. أنا عندي كان من نسخة عليه 14 أو 15 توقيع. طب هذا ما هدول الموقعين هم بالهيئة الإدارية. طب هدول لو لما بوقعوا عليه، الواحد منطقيا بيقول يمكن هم هدول وقعوا عليه وأخذ صبغة قرار، وهذه يمكن محمد بيحكي فيها الأستاذ محمد أكثر. هاي واحدة. الثانية الشغل اللي انعمل ومعمول عليه درافت، وأظن دفعوا عليه وقتها 10,000 دينار وتقدم وما صار عليه شيء. طب احنا لما دفعنا 10,000 دينار وقتها وين رحنا بالدوكيومنتس هذه؟ طبعا لما باجي بقول مصفوفة القرارات ما حكيتها انا مشان هدول التنتين لحالهم. مصفوفة القرارات انت بدك ترجع هيستوريكلي وين انت هلا، ومشان تروح لقدام هل هاي القرارات كلياتها تنفذت ولا في شيء ما تنفذ ولا تنفذ بجزئية، لانه هذا فيه الزامية وما بتقدر تروح تعمل تكنيكلي. حتى الاستاذ محمد بفيد اكثر، تروح تطلع قرار وفي عندك قرار قديم. احنا ما عندنا ليجاسي وما عندنا انستتيوشنال ميموري بالجمعيه دكتور. يعني في شغلات الاركايفنج اللي هو تبع الدوكيومنتس، وهذا جزء من اللي احنا مارسناه او جربناه، انه ما في ايزمنت بانك تجيب داتا. هلا هذا بيعطيك ايش؟ بيعطيك ليميتيشن، سكوب ليميتيشن، او بسموه الراي المستنير. لا اقدر اوصل لقرار او لفكر لاتطور منه، بدي شيء اسمه انفورم جادجمنت. الانفورم جادجمنت تعتمد على انه انا بالموقع اللي انا فيه بآنيتها عندي كل المعلومات اللازمه لحينه لاقدر اوصل لقرار، والمعلومات الكامله والشامله. هذا ناقص. فاحنا بدنا نساعد حالنا، بدنا نساعد الاخوان الموجودين، وبدنا نساعد الناس اللي بدهم يجوا. فعمليه البحث والحديث عن هاي امور لا مش مفروض تشكل اي تحدي ولا نوع من الانتقاد لحدا، بقدر ما هي سرد واقع. عرفت كيف؟ كلهم هدول مع بعض لما تيجي تحطهم وتطلع لقدام، بدك في شغلات لازم تنعمل هلا. زي ما حكيت قبل شويه، موضوع المفارقه بين ايش في مطبق وايش في بالنظام الاساسي، مع التحفظ على موضوع ايش لازم يتعدل فيه. اصدار الميزانيات، نيجي نقول والله البدء بالتفكير انه تعالوا يا اخوان، والله اللي بيعطي ستابيليتي للاوبريشن بغض النظر ادمنستريتيف فاينانشال تشاريتي، اللي هي اللاير تبع الاكزيكتيف تيم، مش البورد اللي فوق. البورد بحط سياسات وبشرف على تطبيقها. انت بدك تخلق اللاير اللي بالنص هاي، اللي هي بين الهيئه العامه كادر تنفيذي وعندك الهيئه الاداريه. هدول بينتقلوا بين بعض وبتواصلوا بين بعض من خلال نتاج وعمل وتوجيهات الاداره ومتطلبات الهيئه العامه. هلا ليش بحكي برضه برجع وبنقول احنا دور اساسي كتير
ولازم شيء يصير موضوع التوعيه تبع الهيئه العامه. يعني الاستاذ محمد حكى فكره قبل شوي، ولما سالته انت عن موضوع ملزم، لا مو ملزم، بس بدنا ننتبه للوقت. من اي باب؟ من باب انه انت هلا داخل على انتخابات، وانت هلا بشهر 10، في ناس عم تشتغل على مقترحات، ويمكن ناس يقول لك والله اعطيني 100، طلعت ب 50 مخرج ولا ب 10 مخرجات، وبقول لك انا بدي واحد منهم. كويس، ما عندك مشكله، طبقه. انا ما بقدر اقول له خذه او ما تاخذه، بس انا لما بيجي وقت الدعوه لاجتماع الهيئه العامه للسنه الجاي، انا كعضو بهيئه الاداريه، واي واحد عنده غيره وكان بتابع بصير يعرف اكثر بايش له حقوق وواجبات، بصير يركز على وين لازم يكون اداء الهيئه الاداريه، وايش لازم يكون يعطونا نتاج عمل. احنا ما عم نخترع الصاروخ، في دوكيومنتس موجوده هي بتحدد لك ايش لازم يكون موجود وكيف تعمله. مشكلتنا بالهيومن ريسورس، احنا نفسنا مرات بنصد التغيير، ما بنتقبل التغيير، ما بنشتغل مع بعض، بنشتغل بيسموه زي وان مان ايلاند، بجزئيات او بجروب، وهذا ما بيصير. يعني لما انت عفوا دكتور، لما تيجي تفكر بالموضوع، وليش انا دائما بقول لما بتفكر باداره الجمعيه كشركه خاصه، انت يعني انا هلا هيك بتطلع عليه، انا هيك بتطلع عليها، انا عمري 60 سنه، بقدر اكون عضو بالجمعيه الخيريه الشركسيه لما صار عمري 18، والرسوم حسب النص تبع النظام الاساسي، رسوم انتساب 10 دنانير وسنويه 6 في 42 زائد 10 بعمل 260 270 ليره. هل ال 270 ليره هاي بتاهلني ادخل على مقدرات وموجودات تفوق لما بدك تشتغل عليها صح فوق ال 50 60 مليون، وكل سنه بعمل 3 4 مليون ب 600 ليره؟ لو بتجيني انت على شركه خاصه بقول لك يا عمي خذ 500 ليره وروح عني، خلينا نعرف نشتغل. فاحنا لازم نقدر ايش حجم الجمعيه ونحترمها. اذا شوف، اذا ما احترمنا شو هو كيان الجمعيه وشو اساسها وشو الارث اللي اخذناه من الاجداد واللي بدنا احنا نعطيه لاولادنا، ما راح نقدر نعمل شيء. زي ما قلت، احنا مو جايين على شيء انا املكه. انا 6 ليرات ما بتخليني اتصرف زي ما بدي بالجمعيه، لازم اكون مسؤول. وزي ما حكينا، يمكن الفيدوشري ديوتي اللي علينا حجمه كتير كبير، بس احنا مش مقدرينه هذا، وبتروح بدها يعني اترك الحكي عن موضوع استراتيجي وكذا، خلينا نحكي فكر وتطبيق لانك انت تغسل الفكر تبعك وتدخل بمفهوم جديد. احترم الجمعيه، بدي احترم الليجاسي تبع الارث اللي اخذناه من الاجداد، ايش انا بدي اياه لقدام. يعني انا هيك مرات بستعمل بالشغل بقول لهم تعالوا اقعدوا، بيجوا ايش شو بقولوا باسل، بقول لهم تخيل ايش هلا بقول تخيل الجمعيه هي قادره عن انها اخر السنه تكون تعمل لك 3-4 مليون نت. مش كل الناس بتكون مبسوطه عليه لما بديرها بطريقه صح، وبالناتج هذا بقدر ادوره لأنا جمعيه خيريه بالشغل تبعي، بقدر اعطي للناس الاقل حظا، بقدر اروح ادرس ناس، بقدر اعطي قروض للطلاب اللي مش لاقين شغل يفتحوا بزنسز ولا ادعم بزنسز، بقدر افتح موارد جديده للجمعيه عدا عن المدرسه والسماور، وان شاء الله لقدام بنعمل شيء بارض حانوتيا. بالنهايه شو اللي بدك اياه؟ بس مش مفروض نقيس عمرنا اللي بدنا اياه والليجاسي اللي بدنا نطلعها على مدى اجيت على هيئه عامه او هيئه اداريه على 3 سنين وطلعت، ما بصير. فهي موضوع فكر وتوعيه، ويعني سوري لو انت حطيت اكبر نظام واكثر كنترول سيستم على اللي بدك اياه، بوث تانجبل وانتانجبل، بمعنى مكتوب وبعدين في سكيورتي وفي تشيك وكذا، لو ما بدك تسويه ما بتسويه، يعني ولا اسهل من ما تلف ظهرك وتروح. فهي تغيير الفكر، احترام اساس الجمعيه وما تمثله الجمعيه من اللي احنا اخذناه. زي شوف، اذا الواحد اعتبرها زي كأنه ارث اخذه من جده لابوه له لابنه، اظن بننجح، وما بيكون في اي نوع من الانانيه على غايات لها مدى قصير او مدى متوسط او اللي هو ما بعرف، يعني مش عارف للحديث. استاذ باتر، انا بدي اضل بالموضوع معك
في عندنا من اللي عم بيشاهدوا الحلقة الأستاذ شوكت عبد الرؤوف عم يحكي على، يعني أنت تابعت طبعا بعض القضايا المالية، عم يحكي على موضوع القيمة السوقية للممتلكات الجمعية من أراضي وعقارات كانت يعني كانت موجودة، كان في ناس حاسبها، بس بالفترة الأخيرة هذه الحسبة مش موجودة، يعني ما في قيمة لها معروفة، بالإضافة للتسويات بنكية غير مكتملة. هل هذه قضايا ضرورية في المرحلة الحالية أن تكون معروفة ومدروسة، والناس اللي بدهم يجوا على الإدارة يكونوا عارفين على أي أرضية جايين؟ تفضل أستاذ باتر. 100%. هلا زي ما بشوي حكينا عن موضوع التحفظات دكتور، اللي هي جزء منها وارد، واللي حكى الأخ شوكت عن موضوع التسويات البنكية وبنود أخرى، هاي لازم يتم معالجتها. يعني أنا زي ما بقولوا ما بقدر أنتقل من جزئية حملها خفيف لأروح لإشي بعتبره جزء أكبر وحمله تقيل، أو آجي أعمل إشي بده كومبلكسيتي أكتر أو بده دراية أكتر. لازم تضبيط البيت الداخلي، نطلع ميزانيات مع كلين اوبينيونز نظيفة ما فيها لا أي نوع من التحفظات، لأنه هاي دلالة عن موضوع وجود وتطبيق أنظمة داخلية ما عليها غبار. هاي أساسيات، لأنه اللي صاير بكتير شغلات إنه عندك نظام بس ما عم بطبق، بطلع كله تحفظات. طب صرنا 4 سنين الميزانيات تحفظات تحفظات، طب لإمتى؟ الموضوع الثاني تبعت العقارات اللي بيحكي فيه الأخ شوكت، اللي هي موضوع IFRS نمبر 40، اللي هو موضوع تقييم البروبرتيز فور انفستمنت، اللي هي موجودة عندنا. عندك خيارين، يا أما بتقول الهيستوريكال كوست أو باجي بقول الفير فاليو. إحنا بميزانيات ال17 وال18 ولهلا ما تزال تقيم على سياسة الجمعية على مبدأ القيمة التاريخية، الكلفة التاريخية. ماشي الحال، بس الستاندرد بيقول لك لازم تطلع نوت من ضمن الإيضاحات على التقييم تبع الفير فاليو مشان تعكس قيمتها الحقيقية. إحنا هاي بميزانية ال20 وال19 مش موجودة، هاي لازم تكون موجودة، مفروض تضلها بال21 وال22. هلأ موضوع إنك أنت تنقلها من تغير السياسة المحاسبية من تكلفة تاريخية لتحط القيمة السوقية أو الفير فاليو، بدك ترجع تدرسها مزبوط، لأنه تقول بدي أحطها أنا وأخذها أرباح وتبين عندي، ولا أخليها بنوت. اللي أهم من هذا كله إن الناس تعرف القيمة الحقيقية مشان تقدر حجم العمل اللي بدها تيجي عليه، أوكي، وتيجي على كلين سليت. يعني ليش أنا أعطي ليجاسي فيها إشكالات كثيرة ولساتها عالقة، واللي بده يجي ماش عارف وين بده يروح فيها؟ هاي مسؤولية كمان، واجب علينا كلياتنا نساويه. فقبل ما نروح لبعيد لازم نخلص هاي الأمور ولازم تنتهي بسرعة. تمام. أستاذ محمد، طبعا في عندنا سؤال من إحدى المشاهدات، السيدة خلود شكاخ، وبالتالي السؤال لك بدنا نوجهه يعني بشكل خاص يعني. هلا هي السؤال اللي عم تسأله الأخت خلود، يعني بعد ما تنتهي أعمال ورشة العمل القادمة والخروج بتوصيات، كيف بتشوفوا آلية متابعة هاي التوصيات مع كافة الجهات ذات العلاقة، من هيئة إدارية للجمعية وفروع وهيئة عامة، بالإضافة إنه يعني هل إحنا بعد ما نخلص هاي الورشة كلياتها هل ستستمر اللجنة التنظيمية في عمل حملة تسويق للهيئة العامة، للفروع، للمؤسسات الشركسية، للتجمعات الشركسية، لإطلاعهم على المخرجات وعلى التوصيات اللي طلعت من هاي الأمور؟ بس أستاذ محمد بدنا نصير نختصر هيك شوية، لأنه طولنا شوي بالحلقة، فبدنا نحاول نختصر شوية مشان نكمل بقية الأسئلة. تفضل أستاذ محمد. ما في إشكالية. يعني أعتقد إنه هذا السؤال يمكن للأستاذ منى والأخ تامر أكثر ما إنه أنا يعني أحكي فيه. الآن مخرجات طبعا الورشة أكيد بدها تكون مخرجات إيجابية، بدها توضح الأمور وتكون
بكون في خطه واضحه، يعني راح توضح الامور بشكل كبير. هلا نحن كلجنه تنظيميه، خليني احكي باللجنه التنظيميه اللي هي مجال اختصاصي، لا شك انه نحن راح نتعاون مع اللجنه الاستراتيجيه لتسويق هذا الموضوع. يعني نحن ذكرنا انه قمنا في زيارات وكان في اقبال والناس والعالم اهتموا في ورشه العمل، ولكن الموضوع ما بيوقف هون، يعني الموضوع راح يضل مستمر، راح نقوم بزيارات حتى للعائلات، يعني حنرجع نعمل زيارات للمؤسسات الشركسيه وللافرع ونحطهم بالصوره، طبعا بالتعاون مع اللجنه الاستراتيجيه، ونحطهم بالصوره عن المخرجات ونبلش نروج ونسوق لهذا الموضوع. وبغايه الاهميه والضروره ايضا اعتقد انه لازم نقعد مع الاشخاص اللي عندهم النيه سواء ككتل او مستقلين انهم يترشحوا للانتخابات القادمه، اللي نحطهم بالصوره ونطلعهم عن مخرجات هذه الورشه. هلا هذا بالنسبه لجزئيه التسويق، اما كتكنيكال خلينا نقول في مواضيع معينه يمكن اقدر مني باتر ومنى يجاوبوا على هذا الموضوع. شكرا استاذ محمد. اخت منى، هلا حاليا احنا بنعرف وحضرتك كنت احد الاطراف اللي سبق وأن قدمت ورقة عمل أو خطة طريق، خارطة طريق، أو يعني استراتيجية، شو ما بدنا نسميها. سبق وأنه تم تقديم هذه الأمور، إن كان لمشروع المطبخ أو مشروع سماور أو مشروع المدرسة أو للإدارات بحقبات مختلفة. صار في ورشات عمل من قبل ناس سبق وأن قاموا بهذه الأمور وحطوا توصيات، وهذه التوصيات تم تقديمها بشكل أو بآخر للإدارات. لماذا هذه المشاريع لم تكتمل؟ لماذا لم ترى النور؟ لماذا الإدارات لم يعني ما قامت بتطبيق ما جاء بهذه التوصيات؟ طبعا احنا لما نحكي عن توصيات وخارطة طريق واستراتيجيات قد يكون بعضها جدي وقد يكون بعضها مش جدي، يعني هي عبارة عن بيانات انتخابية وبس بتنحط تحت مسمى خارطة طريق أو استراتيجية. لماذا حتى الآن المجتمع الشركسي لم يتمكن من وضع خطة قابلة للتطبيق؟ تفضلي أستاذة منى. هلا من خلال خبرتي وعملي مع الجمعية والمؤسسات التابعة للجمعية، من خلال عملي مع أسرة الجمعية وتعرفي على العديد من الدراسات والخطط لأنه إحنا كنا نجمع معلومات ونجمع الهيستوري ونسأل، فتبين إنه في كتير من الدراسات والخطط اللي خلال العقود السابقة اللي قدمت للهيئات الإدارية أو لمجلس الأمناء، ولكن للأسف معظمها ما أخذوا فيها، ولأسباب غير معروفة أو لأسباب مرات قد تكون شخصية. وهي الأسباب أنا بشوف إنها جديرة بالاهتمام والدراسة عشان نعرف ليش إحنا عمالنا بنفشل، ليش ما عم نكمل. جزء من الفشل يمكن إحنا بنفشل إذا لما ما يكون في إيمان بالخطة أو الدراسة أو التزام فيها، سواء من قبل الهيئة الإدارية أو من مجلس الأمناء أو من اللجنة الإدارية إذا كانت بالفروع. فما بكونش في زي تبني لهاي الخطة أو إحساس بأنه هذه الخطة هي خطتنا كهيئة إدارية، يعني زي ownership، ما بكون في ownership لهاي الخطة. فمرات بتكون الخطة هي ممتازة ورائعة، ولكن ما بيكون في اهتمام كافي من خلينا نحكي الإدارة العليا. مرات بيكون الإدارة العليا مهتمة بهاي الخطة وبلشت بتطبيقها، بتيجي إدارة عليا تانية وكأنه ما بتثق بعمل ما سبق وما بتكملها، مجرد إنها إجت بدها تبلش من جديد، بدها تكون عندها وجهة نظر جديدة. بعدين في مرات بيكون ما فيش sense of urgency، ما فيش إحساس بإدراك الوقت. يعني إحنا الناس عم تمشي وعم توصل وعم تعمل، وإحنا المقدرات اللي موجودة عندنا لو استثمرناها بطريقة صح كنا من أفضل الجمعيات اللي موجودة. فما في إحساس بأنه إحنا عم نسابق، المفروض إنه نسابق الزمن، المفروض إنه نشتغل، الزمن بسبقنا، يعني كل الأمور المفروض إنه إحنا نشتغل فيها ما بنشتغل فيها.
فممكن كمان بعض الدراسات أو بعض هاي قد تكون غير مكتملة أو غير واقعية، ممكن الخطة غير واقعية، هذه ما بعرف إذا صدف إنه بعض الخطط كانت هيك، أو بتفشل لأنه الإدارة كمان ما بتفهمها. قد تكون الخطة عالية المستوى، الأشخاص الأعضاء سواء أعضاء هيئة عامة أو هذه ما بيفهموها فما بتبنوها، أو ممكن تفشل لأنه ما فيش كمان أدوات. دائما أنا بحكي عن المتابعة والتقييم، يمكن مع الميدل نيم متابعة وتقييم. بحب إنه يكون كل إشي لازم يكون في متابعة لسير العمل، وضلنا نتعلم من الدروس المستفادة، ويكون في نوع من المساءلة. فمرات كتير بقدم دراسات وإلى آخره، ولكن لهاي الأسباب أو أسباب ثانية بيسوى إنه ندخل فيها وندرسها ونشوف شو أسباب عدم الأخذ بها. يعني في معظم الأحوال ما في متابعة، ما في يعني ما بتتاخذ بجدية، وخاصة إنه الجهة اللي بتطرح المبادرات يعني بتكون معتمدة على فهم الإدارة أو تجانس الإدارة أو قدرة الإدارة على تطبيق هذه الخطط. ما في تقييم، ما في محاسبة بالنهاية إنه أنتم شو أنجزتوا شو ما أنجزتوا من الخطة. كل هذه الأمور إذا ما تم اتخاذها بعين الاعتبار، التقييم والمتابعة والمحاسبة، قد تكون الخطط ستؤول للفشل، لأنه هي بالفعل يعني هي نقاط أو عملية عم تعمل نوع من الضغط على أعضاء الهيئة الإدارية إنه ينجزوا في أوقات معينة. وهذا الحكي عادة البشر، طبيعة البشر إنه يتهرب من الضغوط اللي ممكن إنها تكون واقع عليه. فيفترض إنه عضو الهيئة الإدارية يحس بإنه الهيئة العامة عم بتتابعه، عم تضغط عليه وعم تسأله شو ساويت في القضايا الفلانية، لأنه هاي القضايا مهمة جدا، مهمة لجمعيتنا، مهمة لمجتمعنا، مهمة لمستقبل أجيالنا القادمة. فمن دون ضغط الناس إذا أخذوا راحتهم شوية بيكون الأمور بتطلع عن الإطار. يعني شئنا أبينا إحنا بشر بالنهاية، إذا ما في حدا عم بيتابعنا وبيحاسبنا وبيراقبنا يمكن نفلت بعض الشغلات من واجباتنا. أستاذ باتر، مين هم الأطراف اللي أنتم عم بتخاطبوهم فيما يتعلق في ورشة العمل؟ هل هم فقط المختصين؟ هل هم أعضاء الهيئة العامة؟ هل المرشحين لانتخابات الجمعية الخيرية الشركسية؟ من هم الجهة اللي أنتم بتحاولوا تتواصلوا معهم بخلال الورشة؟ وما هي المهام اللي أنتم عم تتوقعوها والفوائد اللي بتتوقعوها منهم؟ تفضل أستاذ باتر. هلا يعني جاوبنا شوية بجزئية عن السؤال هذا دكتور قبل شوي، لكن مشان تعطيه وضوح أكثر أنت بدك تحكي مع الكل. ليش؟ لأنه هي منظومة متكاملة زي ما حكينا. في كمان عامل مهم كتير احنا ما تطرقنا له، اللي هو موضوع اللي بسموه سكسيشن دكتور، اللي هو موضوع انك انت تعاقب الادوار او الاجيال. يعني بمعنى، يعني انا هيك بشكل عام بعتقد انه احنا هلا واقفين على عتبة فاكيوم لناس بدهم يجوا لبعدنا، هم إلهم نفس الحس والغيرة على الجمعية، وهذا أنا حاس فيه نوع من الفراغ. لأنه الشباب الصغار، وما عم بقول شباب صغار 17 و18 و20 و30، نحكي بين ال30 وال50 أو 55، لازم ينظر لهم بعين الرعاية، ولازم ننتبه إنه ما يكون في فاكيوم بالسكسيشن لقدام على الجمعية. لأنه كيف مين اللي بده يجي لقدام يدير الجمعية؟ ولو شو ما كانت وتحسنت أمورها 100%، إذا ما في انترست طبعا يمكن لحينه إذا أمورها طيبة الناس تصير تتوعى وتروح وتيجي على الجمعية. لكن قصدي أنا كمان هلا لازم يكون في تركيز على هذا الموضوع، ويكون في لهم نوع من الدور اللي بيشاركوا فيه الكل. هلا لما سألتني مين هم اللي بنخاطبهم، بتخاطب كل الأطراف. المشاركين بدك تاخذ منهم الفيدباك دكتور، لأنهم هم من الهيئة العامة أو المهتمين بالأمن الشركسي وشركس، هدول الاثنين بدك إياهم. أعضاء الهيئة العامة بدك يشوفوا مخرجات الندوة ويتعلموا على دورهم إيش هو دورهم. إلهم متطلبات وإلهم حقوق وامتيازات زي ما بقولوا، وما بدنا نضل نطلع عليها زي كأنه بدك تمسكه وتراقبه، لأنه بدك أنت
تعطيه كمان السبيس ليقدر يشتغل. ففي عليه مواصفات معينة. نفس الشيء بتخاطب اللي موجود هلا مشان يكملوا الشغل ويصير في ترانزيشن من خلال الآلية الموجودة بالنظام الأساسي على موضوع الاستلام والتسليم، مشان زي ما بقول واحد لما بيطلع يترك وراه إرث حلو وطريقة كويسة. اللي بعدها بيجي بتحكي عن الناخبين أو المرشحين النازلين، هدول كمان بدك يتطلعوا على هالمخرجات هاي. إذا حسوا والله بيقدروا ياخذوا منها قيمة مضافة ممتازة، لو ما أخذوا بالنسبة لهم هاي بنش مارك للناس اللي قروها وعملوا عندهم باين على موضوع مخرجاتها. هذا الأسئلة اللي راح تنسأل لهم وقت الهيئة العامة بالسنة اللي بعدها، وين هاي، شو سويتوا بهاي كذا. طبعا الواقعية كتير مهمة دكتور، لأنه إحنا وضعنا بده شغل. يعني ما حدا يتوقع إنه بأول سنة لما بيجيك السنة الجاية إذا الله أحيانا على الهيئة العامة تلاقي الأمور قلبت وتلمع وصرت بعالم السندريلا ولا عالم اللا لا. طبعا لا، في وقت، في شغلات بدها وقت، لكن بدك تثبت النية وقدرة على الإنجاز in relation للوقت والمهم اللي مطلوب والمهم المطلوب إنجازها. يعني في إشي بده 6 أشهر، يا أخي خذ 8 أشهر. في إشي بده شهر، خلصه بشهر. في إشي بده سنة، بده سنة. هلا نرجع ونقول كمان شغلة، كلنا لما نتحلى بمواصفات اللي من حب الجمعية، بنحترم الجمعية، بنقدرها، ومنقدر حجم العمل اللي بدنا ندخل عليه، ومنضلنا نعتبر حالنا جزء من تيم، ومش موضوع انه لازم يكون لشخص مسمى وظيفي ولا تايتل ولا سير زي ما بيقولوا سنم اللي قبله باسمه والله معاليك عطوفه اللي هو وات ايفر. لا، احنا كلياتنا همنا هم واحد. اذا اعتبرناها زي اكنه انا عم بشتغل إشي إلي شخصي، والله كلنا بننجح. مرات يعني اطلع مرات على مؤسسات او شغلات صغيره بتلاقيه بطبق استراتيجيه وبطبق بعد وبطبق كنترول عليه وعلى الستاف اللي عنده، وتعال قول له كلمه استراتيجيه بقول لك شو بتحكي زي ما فك عني، انا بالنهايه اخر السنه بعمل هالقد والحمد لله. وهدول ناس كان عندهم بزنس صغير وهلا ما شاء الله فتح عليهم. فهي الفكر والاونرشيب ومبدا انك انت في عندك غيره وبتحب تشتغل وجزء من منظومه كبيره. احنا لما بنطلع من الخصوصيات تبع العيله الفلانيه ولا المدينه الفلانيه ولا ابصر ايش ولا ما بعرف، يعني كل هالتفاصيل اللي ما لها معنى ما ندخلها لما ندخل على الجمعيه. حلها برا يا اخي. الجمعيه مسؤوليه، الجمعيه حق والتزام علينا. هذا إشي بدنا نحمله ونعطيه للناس الثانيه. ما يعني مش صعبه، صعبه يا دكتور. تمام، شكرا أخ باتر. يعني أنا في نهاية هذه الحلقة بس حابب أستفسر من الأخت منى. ست منى، هل ما زال أبواب المشاركة قائمة في الورشة للي بيحب إنه يشارك؟ في الحقيقة إنه إحنا سكرنا باب التسجيل لأنه وصل العدد بحدود 110 مشاركين. نتوقع إنه وبدنا نتأكد منهم من الحضور، نتوقع إنه يحضر منهم 80 شخص. فأسلوب إدارة الجلسة والجلسة الحوارية رح نعملها بأسلوب منظم ضمن طاولات ومجموعات عمل، فما بقدر يستوعب أكثر من هذا العدد. إذا صار أكثر من هذا العدد بدنا نضطر إنه يصير حوار عام، لجنة حوارية، ونتخوف إنه ما رح يطلع نفس النتائج اللي إحنا يعني نرنو إنه أو نتوقع إنه نحصل عليها. فللأسف وقفنا أغلقنا باب التسجيل حاليا، وبإذن الله إذا صار في ورشات أخرى مستقبلا ما بعرف، بس حاليا بهذه الورشة والجلسة الحوارية حاليا إحنا اكتفينا بالعدد اللي تقدم لنا، وبنتوقع إنه يكون بحدود 80 شخص. تسلمي سيدة منى. يعني أنا بنهاية هذا اللقاء بحب أشكر ضيوفنا الكرام اللي أعطونا صورة وتوضيح عن ورشة العمل وعن مجموعة الأسرة، السيدة منى هاكوز والأستاذ باتر قردن والأستاذ محمد الداغستاني. شكرا جزيلا لحضوركم ولمساهمتكم في هذه الحلقة. وأعزائنا المشاهدين، حلقتنا القادمة إن شاء الله إحنا بدنا نلتقي فيها مع عدد من الشباب
الشباب طبعا لابد من انه صوتهم يسمع. الشباب جزء مهم جدا من المجتمع، لهم دور في المستقبل ولهم وجهة نظر، ولا بد من انهم يكونوا شركاء في عملية بناء منظومة الجمعية ومؤسساتنا الشركسية. دائما بيسعدنا ان نلتقي مع الشباب ونسمع آرائهم وطموحاتهم. الجمعية اولا واخرا هي إلهم، هم المستقبل في الجمعية خلال الفترة القادمة. الحلقة القادمة راح تكون يوم الخميس 13/10/2022 طبعا. راح نلتقي فيها مع الآنسة مارينا شحالتوغ والآنسة مريم طمق والأستاذ ينال باروقة. إلى أن نلتقي معكم أعزائنا المشاهدين، شكرا جزيلا ضيوفنا الكرام، شكرا مشاهدينا الكرام، لكم منا أجمل أمنيات الخير وأطيب الأوقات، والسلام عليكم. شكرا على خير.